بص بقى يا غالي، بعد ما احنا خدنا التركيب او مكونات الارض وخدنا افرع علم الجيولوجيا العشرة في الفيديو اللي فات وظبطنا الدنيا فيها، نخش بقى على الدرس الثاني اللي هيكون فيه حاجه اسمها التراكيب الجيولوجيه. طيب الله، هو التراكيب الجيولوجيه دي تبع ايه؟ تبع، فاكر يا حبيبي علم الجيولوجيا التركيبيه لما قلنا ان في حاجه اسمها الجيولوجيا الطبيعيه بتاثر بالعوامل على الصخور؟ صح. طب الصخور دي بتاخد ايه؟ بتاخد اشكال معينه، يعني بعد ما تاثر مثلا، لو انا بقول لك تعالى كده عشان تكون فاهم، بص انا داخل لك على السخان على طول عشان بس ولا مقدمات ولا اي حاجه، انت كده كده عارفني وحافظني. اهم حاجه قبل ما نبدا اي حاجه لازم تصلي على النبي كده عشان تدينا حسنات في رمضان. حلو كلام. طيب انا لما اجي اقول لك ببساطه كده يا حبيبي، لو انا عندي بالمنظر ده كده، عندي في الحته دي كده صخر، حلو الكلام، ده الصخر في الوضع ايه؟ الطبيعي اهو، ده كده صخر طبيعي، صح يا حبيب قلبي؟ بالمنظر ده كده صخر طبيعي. الصخر الطبيعي ده اتعرض ليها لمجموعه من العوامل، اتعرض ليها مثلا لعامل داخلي، وليكن عامل داخلي وليكن حاجه زي الضغط. حلو. الصخر ده ممكن يتشكل يا حبيبي لكذا حاجه. ايه هم؟ ممكن يتشكل لكذا حاجه. اتعرض لعامل داخلي، ممكن يتشكل ليه بالمنظر ده الى ايه بقى؟ الى حاجه زي الطيه دي مثلا اهو، بالمنظر ده كده نتيجه تعرضه لعامل. ممكن يتشكل لحاجه زي الفالق ده كده اهو، ده كده بالنسبه لي عباره عن فالق. ممكن يتشكل لحاجه زي الفاصل ده كده اهو، اللي بالمنظر ده. طيب ليه انا بقول لك ده في الاول؟ هو ده اللي احنا هندرسه في الدرس ده ببساطه. لما اجي اقول لك حاجه اسمها التراكيب الجيولوجيه، عباره عن الاشكال الجديده الناتجه من تاثير العوامل، سواء عوامل داخليه سواء عوامل خارجيه. فببساطه لما اجي اقول لك عوامل داخليه ديت فبنسميها تراكيب تكتونيه، يعني بالمنظر ده تراكيب تكتونيه اهو. شفت الكلام؟ مفيش اسهل منه في الدنيا. طب اقول لك على حاجه، لو قلنا بقى ان انت عندك مثلا اتاثر ليا بعوامل خارجيه، زي مين؟ زي مثلا الامطار، زي مثلا الرياح، فادتني مين؟ ادتني الاشكال اللي زي دي كده، حاجه اسمها تطبق متقاطع بالمنظر ده كده، او حاجه اسمها مديني علامات اسمها علامات الميم، او مديني حاجه اسمها تدرج الطبقي اهو بالمنظر ده كده، او مديني حاجه في الاخر كده اسمها ايه؟ التشققات الايه؟ الطينيه. فانت عندك ديت حاجه اسمها عوامل خارجيه بتاثر على الصخور، دي ادتني بقى حاجه اسمها التراكيب، التراكيب الاوليه. إيه اللي انت قلته بالاختصار ده؟ بالاختصار يا حبيبي المفيد، انت عندك عوامل خارجيه وعوامل داخليه. العوامل الخارجيه لو اثرت لي على الصخور بتديني حاجه اسمها تراكيب اوليه، اللي منها ايه؟ اللي منها رقم واحد زي ما احنا قلنا، اول حاجه ده اسمه تدرج او تطابق متقطع، ده تطابق متقطع. حلو كلام. وانت عندك هنا حاجه اسمها علامات النيم، وعندك حاجه اسمها التدرج الطبقي، التدرج الطبقي، وعندك حاجه اسمها ايه يا محترم؟ وعندك حاجه اسمها التشققات الطينيه. تشققات مين؟ الطينيه. حلو كلام. ده لو اثر عليها بعوامل ايه؟ لو اثر بعوامل خارجيه فهتديني تراكيب اوليه. طب لو اثر بعوامل، عامل داخلي او عوامل داخليه زي الضغط والشد والكلام ده كله، بيديني تراكيب تكتونيه او تراكيب ثانويه. زي مين يا استاذ؟ ده يا باشا ده انا ممكن اغنيها لك، زي الطيه وزي الفالق وزي الفاصل. حلو الكلام؟ حلو الكلام، مفيش احلى من الكلام. طيب تعالى اقرا لك بقى اللي هو بيقول عليه. فلما يجي يقول لك يا حبيب قلبي تراكيب تكتونيه، فانت عارف ان هي عباره عن الاشكال والاوضاع الجديده التي تتخذها صخور القشره الارضيه، خاصه مين بقى؟ الصخور الرسوبيه، نتيجه تعرضها الدائم لايه؟ او للقوى داخليه وخارجيه. لو تعرضت لقوه داخليه ادتني تراكيب تكتونيه، ولا تعرضت لقوه خارجيه ادتني تراكيب اوليه. طيب حيث لا تبقى الصخور على الحاله التي نشأت عليها عند تكوينها. ببساطه لما يقول لك التراكيب الجيولوجيه، طبعا اللي بيدرس هنا هو الجيولوجيا التركيبيه، لان احنا بندرس الاشكال او التراكيب الناتجه من تاثير العوامل. هغني. طيب فالتراكيب الجيولوجيه الاشكال والاوضاع الجديده التي تتخذها الصخور بعد تعرضها للعوامل، ببساطه يعني. عشان كده الصخر ما بيفضلش ليه على الحاله الطبيعيه بتاعته، ما بيفضلش ليه على الحاله الطبيعيه بتاعته، لازم يحصل فيه عمليه تغير. فبيقول لك انواع التراكيب الجيولوجيه يا ابني، ما خلاص قلتها لك يا ابني، والله قلتها لك. انواع التراكيب الجيولوجيه نوعين،
تراكيب اوليه وتراكيب ثانويه. يبقى التراكيب الجيولوجيه الاوليه قلتها لك ايه؟ دي اللي بيأثر عليها العوامل الخارجيه، دي اللي بيتكون منها 4 حاجات: تشققات طينيه، علامات نيم، تدرج طبقي، تطبق متقاطع. او هي الاشكال التي تختلف توجد بصخور القشره الارضيه، خاصه برضو الصخور الرسوبيه، تحت تاثير عوامل بيئيه ومناخيه، خاصه مين؟ الجفاف والحراره والرياح والتيارات المائيه، اللي هي مين؟ العوامل دي كده اسمها عوامل خارجيه، دون دون اي تدخل من القوى التكتونيه والحركات الارضيه، دون اي تدخل ليا من القوى اللي بتكون موجوده عندي في مين؟ في باطن الارض. فادتني مين؟ التطبق المتقاطع. ده امتى يا استاذ؟ ده بيحصل اثناء الترسيب. يعني انا جيت رسبت صخور رسوبيه، فترسبت ليا بالمنظر ده اول مره، بالمنظر ده كده، ماشي. بعد كده جت اترسبت ليا بالمنظر ده كده اهو، اترسبت ليا بالمنظر ده كده اهي. بعد كده اترسبت ليا بالمنظر ده كده، بس ده فوق سطح الارض. فده بتسبب تطبق المتقاطع، ماشي يا باشا. طيب علامات النيم ده امواج بقى اهو. هو بيقول لك ايه؟ التطبق المتقاطع ينتج من ترسيب الفتات في اتجاهات مائله غير متوازيه. طب علامات النيم عباره عن تموجات صغيره من الرمل تنتج من تاثير التيارات الهوائيه والمائيه. ما هو الرمل ده يا حبيبي بيكون موجود تحت الميه، وبيكون برضه موجود ليا في الصحراء والكلام ده كله. فديت بتبقى تموجات بتنشا لي نتيجه التيارات بتاعه الهواء والتيارات بتاعه الميه. حلو كلام. طب التدرج الطبقي ده ترتيب يا حبيبي، ده ترتيب، الكبير تحت والصغير فوق، واحده واحده. فبقول لك التدرج الطبقي ينتج من ترتيب الرواسب داخل الطبقه الواحده حسب حجم الحبيبات، من الاكبر حجما فالاسفل الى الاصغر حجما فالاعلى. الاصغر حجما هو اللي فوق، حتى بص كده الشكل اهو، ده الاكبر، ثم الاصغر ثم الاصغر ثم الاصغر ثم الاصغر. طيب بعد كده عندك تشققات الطينيه، ده بسبب وجود الميه ثم جفاف ووجود حراره. يعني انا دلوقتي لما الجو يشتي عندنا كده في برهمتوش الحبيبه، الجو لما يجي يشتي في برهمتوش الحبيبه، والله يا جماعه زي ما انتم عارفين الارض ايه؟ بتتملي ميه. طبعا احنا عندنا رصيف كبير احسن من رصيف مدينتي، بس الحمد لله الشتاء لما بينزل كله بينزل على البلاعات، فحاجه جميله جدا، ما بيبقاش فيه طين. المهم ده كله كده، ان طبعا برهمتوش الحبيبه بيكون فيها طين لما الجو يشتي. فانت دلوقتي اول ما بيجي الجو بيشتي والدنيا بقى ايه تبدا انها تهدى كده، والحراره بدات انها تخش والشمس بدات انها تخش، فبدا ان الطين ده يجف. لما يحصل له جفاف مع الحراره بيحصل ايه؟ تشقق للارض. الراجل الفلاح اللي بيسمعني وحبيب قلبي اللي بيسمعني الفلاح، عشان انا بحس ان برهمتوش او سنفه او دماسق جايين من جاردن سيتي، يعني ما يعرفوش يعني الارض لما تتشقق او الكلام ده كله. فلما تيجي تبص على الارض يقول لك في ارض شرائي. ايه ارض شرائي ديت؟ يعني ارض ما نزلش فيها ميه بقالها كتير، فحصل لها جفاف بسبب الحراره. فتيجي تبص على الارض دي هتلاقيها مشققه، ما بين كل حاجه كده بالمنظر ده كده، ما بين كل حاجه كده في مسافه بينيه. فبيقول لك التشققات الطينيه تنتج عندما يجف الطين المبتل وينكمش بفعل زياده مين؟ بفعل زياده الحراره. يا استاذ لمي لي الموضوع ده، لمه لك في ثانيه الا ثانيه. بص يا حبيبي، التراكيب الاوليه تنتج نتيجه تاثير العوامل الخارجيه زي الامطار والرياح والحراره والجفاف. حلو. بيديك ايه؟ بيديك 4 حاجات: تدرج او تطبق متقاطع اللي هو ترسيب الصخور الرسوبيه بس بشكل غير متوازي. علامات النيم دي تموجات كده بسبب التيارات المائيه والهوائيه. شفت؟ خلاصه اهو. طيب عندك بقى مثلا اللي هو التدرج الطبقي، ده تدرج من الكبير لحد الصغير فوق. طيب التشققات الطينيه دي جايه من الجفاف والحراره. خش بقى على اللي احنا جايين نتكلم عليه الا وهي التراكيب التكتونيه. وجايه كلمه تراكيب الجيولوجيه الثانويه او التكتونيه يبقى تاثر عليها بالعوامل الداخليه. بالعوامل الداخليه. مين العوامل الداخليه ده يا استاذه؟ الضغط والشد. حلو كلام. طيب بيقول لك التراكيب الجيولوجيه، بيقول لك هي التشققات والتصدعات الضخمه والالتواءات العنيفه زي الطيب التي تشوه صخور القشره الارضيه وكثير ما نراها في المناطق الجبليه والصحراويه. بيقول لك هي من درجه قوتها، بيقول لك تشققات وتصدعات ضخمه بيحصل فيها التواءات. يرجع تسميه بالتراكيب التكتونيه لسه انا قايل لك، لان بنيات التراكيب تكونت بفعل القوى الداخليه المنبعثه من باطن الارض، لسه قايلها لك. والتي ينتج عنها ايه؟ القوى اللي جايه من باطن الارض دي بينتج عنها ايه؟ حدوث زلازل وهياج البحار والمحيطات، وتقدم مياه او انحسارها عن اليابسه، زحزحه القارات وحركاتها حول ايه؟
بعضها. ما الحركه اللي بتحصل في باطن الارض ديت يا اما تحصل زلازل، يا اما تعمل لي بقى هياج للبحر والمحيطات والكلام ده كله، يا اما تعمل ليها زحزحه القارات زي ما احنا قلنا اللي هي حركه بتاعت ايه يا علي؟ فاكر ها دي واحده حركه مين؟ الاسينوسفير، تيارات الحمل اللي احنا قايلينه في الفيديو الايه اللي فات. طيب فهو مديك بقى اهم التراكيب الجيولوجيه. خش بقى معايا كده وشمر ايدك، بسم الله الرحمن الرحيم. خش بقى معايا كده وشمر اهم التراكيب الجيولوجيه الثانويه. قال لك اول حاجه الطيات، ماشي يا محترم؟ الطيات. تاني حاجه الفوالق، تالت حاجه الفواصل، وده اللي احنا هنتكلم عليه. فاول حاجه بدا لك بالطيه. قال لك الطيه هي عباره عن انثناء او تجعيد بيحدث لصخور القشره الارضيه، ينشا غالبا نتيجه تعرضه لمين بقى؟ سطح القشره الارضيه لقوه ضغط. يبقى الطيه ديت عمليه الطي انثناء او تجعيد. يعني ايه اللي بيحصل يا استاذ؟ ببساطه كده تعالى نتكلم عن الطيه وافهمها لك واحده واحده. بص يا محترم، الطيه ديت المفروض في الاصل كان الصخر عامل ليها كده، ده الصخر الطبيعي. حلو. اتعرض لقوه اسمها قوه ضغط فضغطت هنا دي كده، قوه اسمها قوه داخليه، وهي قوه ايه؟ ضغط. فعملت الطيه دي بالمنظر مهون. بص 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 معايا كده. المفروض الطيه ديت مكونه من ايه؟ من طبقات اهي. مكونه عندي هنا كده الصخر ده مكون من طبقات برضه، ومش صخر واحد كده وخلاص، لا مكون من طبقات. نتيجه الضغط اللي حصل هنا من هنا ومن هنا بقى شكل الطيه عامل ازاي يا محترم؟ بص عليها كده. بقى شكل الطيه عامل ايه بالمنظر ده كده؟ بص 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 بص. حصل لها انثناء او تجاعيد بسبب قوه اسمها قوه مين؟ الضغط. فكون عندي حاجه اسمها ايه؟ الطيه اهي. دي كده عباره عن طيه. الطيه اللي انت شايفها دي اسمها طيه بسيطه، ودي بتبقى نادره الحدوث، يعني نادره الوجود، ما تشوفهاش كتير قوي. حلو كلام. طيب اما لما اجي اقول لك، لو انت باصص بقى تلاقي في صخور كده فيها طيات مركبه عامله ازاي؟ عامله بالمنظر ده كده. بص 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 اهو. ده عباره عن طيه ايه؟ بالمنظر ده كده. ده عباره عن طيه بنسميها طيه مركبه اهو. ده بالمنظر ده كده اسمها طيه مركبه. ليه؟ لان فيها اكتر من طيه، يعني دي اسمها طيه مركبه، وبتبقى ايه؟ شائعه، يعني موجوده بكثره. حلو كلام. يبقى ايه الطيه هنا يا محترم؟ كانت صخر في الاصل، صخر طبيعي تعرض لقوه ضغط فحصل له انثناء او تجاعيد، فاداني طيه. لو اداني طيه بسيطه فدي نادره انها تلاقيها لوحدها. طيب لو مركبه، يعني كذا طيه في بعضها البعض كده، فطيه مركبه دي بتبقى بالنسبه لي شائعه. فبيقول لك ايه؟ طب ما اقول لك، طب ما نيجي ناخد مع بعض كده حاجه اسمها عناصر الطيه. قال لك كم عنصر؟ قال لك يا محترم انت عندك 3 عناصر. اول حاجه بيقول لك المستوى المحوري للطيه. حلو كلام. طيب فين المستوى المحوري للطيه؟ المستوى اللي بينصف الطيه، ينصف الطيه الى نصفين. طب بينصفها ازاي؟ اهو بص 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 بص. هنا ده كده المستوى المحوري. طيب يا استاذ المستوى المحوري ده ممكن اشوفه في الصخر؟ لا، ده المستوى المحوري ده وهمي. حضرتك اللي بتحط عشان تقدر ان انت تفصل الطيه دي. لما تيجي تشوف الصخر ده قدامك في جبل كده موجوده قدامك، تبص كده هنا كده المستوى المحوري ده اللي قسم الطيه لحاجتين. اما انت هتشوفه في الحقيقه مش هتشوفه في الحقيقه يا حبيبي، ده وهمي وليس حقيقي. حلو كلام. طب عندك ايه تاني من عناصر الطيه؟ قال لك عندك حاجه اسمها الاجنحه. طب فين الاجنحه؟ ما خلاص بقى، مش انت قسمت الطيه لحاجتين؟ طب الحاجتين اللي انت قسمتهم دول هم الاجنحه. يعني ده كده جناح، ماشي، وده كده ايه؟ جناح. وانا ما بحبش الايه؟ الاجنحه، انا بحب الورك. طيب فانت عندك هنا ديت عباره عن عباره عن مين؟ عباره عن الاجنحه. طيب الاجنحه دي بقى يا باشا هم دي الجزئين دولت موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. دي الحاجه الحقيقيه دي، ده حقيقي. والطيه الواحده، الطيه الواحده او البسيطه فيها 2 اجنحه، موجود عندها 2 اجنحه. حلو كلام. طيب عندك ايه تاني يا محترم؟ قال لك رقم 3 في حاجه اسمها المحور. المحور ده بيتقاطع مع مين؟ يتقاطع مع المستوى المحوري وسطح، بص 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 بص، وسطح الطبقة. يعني ايه يا استاذ؟ فهمني افهمك. بص كده يا محترم، ده هنا كده، ركز بقى معايا كده، نجيب لون حلو كده اهو. ده كده طبقة من الطي رقم 1، ده الطبقة الأولى، وده الثانية، وده الثالثة، وده الرابعة.
طب فين المحور بقى؟ بص كده، ده كده محور تقاطع مع مين؟ تقاطع مع المستوى المحوري اللي هو بالازرق، ومع مين؟ ومع سطح الطيه، او اسف سطح الطبقه. سطح الطبقه اللي هو باللون اللي هو الايه، مش عارف اللون ده، اللي هو ده اهي، اللي هي كده سطح الطبقه. فده كده اسمه محور، وده كده اسمه محور، وده كده اسمه محور، وده كده اسمه محور. حلو الكلام يا باشا. طيب انت عندك كام محور؟ عندك 4 محاور بيساوي عدد مين؟ بيساوي عدد الطبقات. يعني المحور ده اهو بيساوي عدد الطبقات، بس بيكون فيها استثناء هقول لك عليه دلوقتي. حلو الكلام. يبقى المحور بيساوي ليه؟ عدد الطبقات. يبقى تاني كده يا محترم، تاني وتالت اهو. انت عندك الطي بيتكون من كام عنصر؟ عنصر 3. مستوى المحوري، وعندك اللي هو الاجنحه، وعندك المحور. المحور ده برضو وهمي. المحور ده ايه؟ وهمي مش حقيقي. طب بيتكونوا من ايه بقى؟ قلنا المستوى المحوري اهو، وعندك الاجنحه اهي، وعندك المحور اهو، بيساوي عدد الطبقات اهي، يتقاطع مع المستوى المحوري وسطح الطبقه. وعندك هنا وهمي، وهمي مش موجود، احنا اللي بنحط من دماغنا عشان نحدد من خلاله. طيب نعمل كمان لعبه عشان انت برضو تكون لامم الدنيا كلها. لما تيجي تبص على الطيه المحدبه، الطيه المركبه دي، تعرف تطلع لي هنا، هسالك هنا عدد المستويات المحوريه، تعرف تطلعها من الطيه اللي قصادك دي؟ يلا ها، هيكون كام مستوى محوري؟ تعالى نعدهم مع بعض. ده كده طيه، الحته دي اسمها طيه مقعره، نعرفها كمان في الانواع دلوقتي. فده كده مستوى، وده عندي هنا 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 كده مستوى. فانا عندي كام مستوى؟ ادي 1 2 3 4 5. لو ركزت هو نفس عدد الطيات، فيساوي عندي 5، اللي هو بيساوي عدد الطيات. يبقى انا اللي انا فهمته كده ان كل طيه لها مستوى محوري واحد. كل طيه ولها ايه؟ مستوى محوري واحد. طيب طيب لو انا عاوز اطلع بقى عدد الاجنحه، سهله خالص. هتعمل ايه يا استاذ؟ هتجيب عدد الطيات وتزود واحد. طب ده ايه دليلك؟ دليل اهو، ادي جناح، ده رقم واحد، جناح ده رقم واحد اهو، ده كده جناح رقم واحد، وده جناح رقم 2، وده 3، وده 4، وده 5، وده 6. ماشي يا باشا. فانت بتجيب عدد الاجنحه لو في طيه مركبه، ممكن تقول عدد الطيات بس تجمع عليها ايه؟ زائد واحد. حلو الكلام. طيب لو انا عاوز عدد المحاور، هجيبها ازاي؟ سهله خالص، ممكن تعدها، او ممكن تجيب عدد الطبقات في عدد الطيات. ازاي يا استاذ؟ انا عندي هنا كام طبقه؟ ادي 1 وده 2، طبقتين بس. فانا هنا محور، وده هنا محور، ده مش محور. حلو الكلام. فانا عندي هنا كده محورين. وعندك كام طيه؟ وعندك كام طيه؟ والله احنا قلنا ادي 1 2 3 4 5، خمس طيات، والواحده فيها محورين، يبقى 2 في 5 بيساوي كام؟ بيساوي 10. يعني ممكن تقول عدد الطبقات في مين؟ في عدد الطيات. ماشي يا محترم. فعدد الطبقات كام؟ كان 2. كل طيه عدد الطبقات في الطيه، في الطيه هيساوي كام؟ 2. ادا طبقه وده طبقه. ماشي. بص هنا كده برضو، ادا 1 وده 2، يبقى ادا 1 و2 ادا 4 وده 5 وده 6 وده 7 وده 8 وده 9 وده 10. طلع عندي 10 زي ما انا حسبتهم فعلا اهو. حلو كلام. بس الحاجات ديت بيكون لها استثناء. ايه الاستثناء؟ اقول لك عليه دلوقتي. عدد الاجنحه وعدد المحاور. لما يقول لك مثلا في حته بتاعت عدد المحاور دي، وروح راسم لك طيه بالمنظر ده. بص كده على المنظر ده بتاع الطيه دي، بص اهو، دي طيه اهي، وطيه محدبه كمان اهي، طيه محدبه بالمنظر ده. بس يروح عامل لك الطبقه دي كده بالمنظر ده. هل انا دلوقتي اقدر ان انا احسب عدد المحاور في الحته دي كده بنفس القانون؟ لا. ليه بقى؟ تعالى وانا اقول لك. انت عندك هنا كام طبقه؟ ادا 1، ادا 2، ادا 3. حلو. حط المستوى المحوري، ادا المستوى المحوري. طلع بقى كم محور؟ هذا كم محور؟ هذا محور رقم 1 وده المحور رقم 2 بس. يا استاذ ده عدد الطبقات بيساوي 3، ولكن عدد المحاور بيساوي 2. اشمعنى هنا؟ لان هنا يا حبيبي الطبقه الاخيره دي غير مكتمله، ما حصلش تقاطع ما بين المستوى المحوري، ما حصلش تقاطع ما بين المحور والمستوى المحوري وسطح الطبقه. فبالتالي هنا عدد الطبقات لا يساوي عدد المحاور. يبقى انا اركز. انا معايا قانون ماشي، معايا قانون ومظبط الدنيا كلها ماشي، ولكن لما يجي لي حته شاذه زي دي اكون واخد بالي منها. تعالى مع بعض بقى نشوفها من الكتاب.
بص يا باشا، الطيه انثناء قلنا قوه ضغط، خصائصها قد تكون الطيه بسيطه اي ثانيه واحده، او غالبا ما تكون مكونه من عده ثانيات متصله، ودي مركبه، دي اللي انا قلت لك عليها انها مركبه. تتواجد بصوره اكثر وضوحا في الصخور، مليون في المية في الصخور الرسوبيه التي تظهر على شكل طبقات تختلف في سمكها وامتدادها في الطبيعه من مكان لايه؟ لاخر. نادرا ما تبقى الطيات على الحاله التي نشأت عليها، طبعا الطيات ما بتبقاش في الحاله التي نشأت عليها، يعني دايما بتعرض لقوه ثانيه، يحصل لها فالق، يحصل لها كاسر، دايما الصخور ما بتبقاش على الحاله اللي بتبدا عليها، ولكن يتعقد شكلها بالكسور والتشققات لتعرضها لتكرار عمليه الطي، اهو مثلا انها تطي اكتر. العناصر التركيبيه للطيه بقى توصف، ادى المستوى المحوري، المستوى الوهمي الذي قد تقسم الطيه بكل طبقاتها المختلفه الى نصفين متماثلين ومتشابهين تماما من جميع الوجوه، اهو ده المستوى المحوري وهمي. طيب الجناحين، كتلتين الصخور الموجودتين على جانبي المستوى المحوري، دي كده ودي ده جناح ودي الجناح. طب المحور، الخط الوهمي الذي ينتج عن تقاطع المستوى المحوري للطيه مع اي سطح من اسطح طبقات، من اي سطح من اسطح مين؟ طبقاتها المختلفه. حلو الكلام يا باشا، واحنا عديناهم بقى وظبطناهم. هنا بقى بيقول لك انواع الطيات، انواع الطيات، تعالى برضو اشرحها لك بحيث برضو ارجع اقولها لك. لما اجي اقول لك انواع الطيات، انواع مين؟ الطيات. انواع الطيات المحترم هم نوعين، يا اما طيه، هو بص انواعها كتير بس عشان ما نكون واضحين، الانواع كثيره، بس ايه بقى؟ منها الاكثر شيوعا اللي احنا هنتكلم فيه عشان نص الكتاب بس. الاكثر شيوعا انت عندك حاجتين، يا اما طيه محدبه يا اما طيه مقعره، ومفيش اسهل ما بين الاثنين. الطيه المحدبه شكلها عامل ازاي يا محترم؟ الشكل بتاعها عامل ازاي؟ بص اهو، الطيه المحدبه شكلها عامل ليا كده اهو، بالمنظر ده كده اهو، شكلها عامل ليا بالمنظر ده كده اللي احنا عمالين نرسمه. طب الطيه المقعره عكسها يا حبيبي اهو، الطيه المقعره اهي، حلو كلام، اهي الطيه المقعره اهي بالمنظر ده كده. طب اسالك سؤال بالله عليك، هو الطبقه القديمه اللي بتبقى تحت ولا اللي بتبقى فوق؟ هتقول لي يا استاذ اللي بتبقى تحت. فلما اجي ابص هنا، فين اقدم طبقه؟ رقم واحد، رقم اتنين، ولا رقم ثلاثة؟ اقدم طبقه هي رقم واحد. فهنا لما اجي اقول لك في الطيه المحدبه يبقى الاقدم في مين؟ في المركز، صح؟ الاقدم في المركز بتاع ده، المركز بتاع الطيه، فالاقدم في المركز. طيب مين الاقدم هنا؟ رقم واحد ولا رقم اتنين ولا رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة. رقم واحد هو الاقدم ولكن رقم ثلاثة هي الاحدث. فهنا كده بقول لك احدث هو المركز، اللي موجود في المركز هو الاحدث. العكس هنا، لما تيجي تبص على الطيه هنا في الطيه المحدبه، يقول لك ايه بقى في الطيه المحدبه؟ تتقارب منين بقى محترم؟ من اعلى. يعني لما تيجي تبص هم بيقربوا من بعض الطبقات منين؟ من فوق. طيب وتتباعد من اسفل، يعني باينه هنا تتقارب منين؟ من اسفل. سبحان الله، دي بتتقرب ليه منين؟ من اسفل. يعني ديت لما يجوا يقربوا من بعض بيقربوا من تحت. طيب بص كده، لما تيجي تبص على الطبقه، بص كده، الطبقه الاقدم تحاط بمين؟ بالاحدث. اديني مثال، اقول لك مثال ليه؟ بص كده، رقم واحد الاقدم ولا رقم اتنين؟ رقم واحد هي الاقدم. رقم واحد محاطه بايه؟ محاطه برقم اتنين اللي هي اهي محاطه برقم اتنين. رقم اتنين الاقدم ولا الاحدث؟ الاقدم. طب رقم اتنين اقدم ولا احدث من ثلاثه؟ الاثنين الاقدم. فهتلاقي اتنين محاطه ليا بثلاثه اللي هي الاحدث. فانا بقول لك الطبقه الاقدم تحاط بالاحدث. هنا العكس، هنا الاحدث تحاط بمين؟ بالاقدم. طب اديني مثال اهو، بص كده يا حبيبي، الاحدث رقم ثلاثه محاطه برقم اتنين اللي هو الاقدم. الاحدث رقم اتنين محاطه بالادم اللي هو رقم ايه؟ رقم واحد. حلو كلامه محترم. فبالتالي هنا الاثنين عكس ايه؟ عكس بعض. طب لو انا اداني شكل كده يا استاذ في النص دايره كامله كده بالمنظر ده، وعباره عن طيات وطبقات والدنيا زي الفل، لو قال لك مثلا ان اللي موجوده في المركز دي عمرها 100 سنه، اما اللي حواليه ديت عمرها مثلا وليكن 200، ده وليكن 300، وده وليكن 400، يبقى مين اللي في المركز؟ الاحدث ولا الاقدم؟ اقول لك الاحدث. هنا الاحدث في المركز، وطالما الاحدث في المركز يبقى انت تعرف ان ساعتها دي طريقه ايه؟ مقعره. طب لو عملنا العكس، يعني ايه عملنا العكس؟
لو انا قلت لك اديتك دايره اهي، الدايره اهي بالمنظر ده كده، حلو الكلام، مش عارف هي مش طالعه على الدايره ليه، مش مشكله، مكسل ان انا اعملها بالنظام التاني. وقلت لك ان دي 400 ماشي، ودي 300 ودي 200 وده 100، يبقى ساعتها اعرف ان دي طيه محدبه. اشمعنى؟ لان الاقدم في مين يا محترم؟ في المركز، ببساطه خالص 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 خالص. يبقى انواع الطيات اللي انت خدتها هنا كام نوع؟ نوعين، طيه محدبه وطيه مقعره. الطيه المحدبه الاقدم في المركز، الطيه المقعره الاحدث هو في المركز. تتقارب من اعلى الطبقه الاقدم تحاط بالاحدث، واحدث هو المركز، تتقارب من اسفل الاحدث تحاط بالاقدم. ده في الطيه مين؟ المقعره. طيب تعال نشوف بقى، وبيقول كاتب لك ايه؟ الطبقه منحنيه الاعلى زي ما انا قلت لك اهو، هنا في المحدبه، هنا منحنيه الاسفل اهي في المقعره. اقدم الطبقات عمرا توجد في المركز زي ما قلنا، احدث الطبقات توجد في المركز. الطبقات الاقدم عمرا تكون محاطه بطبقات احدث منها. الادم محاط بالاحدث، هنا العكس، الاحدث محاط بالايه؟ بالادم. يتقارب الجناحان من اعلى، بيتقاربوا ليه الجناحان منين؟ من اعلى في الطيه المحدبه. اما هنا بيتقاربان من اسفل او يتباعدان من اعلى. حلو كلام. طيب ده بالنسبه لانواع مين يا محترم؟ الطيات. مديك بقى ايه؟ مديك اهميه الطيات. الطيات ديت من الحاجات المهمه اللي موجوده عندك في التراكيب الجيولوجيه. لها اهميتين، يا اما اهميه اقتصاديه لانها بتمثل لي مكامن ومصايد للبترول والغاز الطبيعي، واهميه جيولوجيه لان من خلالها بقدر ان انا احدد العمر الجيولوجي للصخور، ومن خلالها برضو بستدل على النشاط التكتوني والتشوهات اللي بتكون موجوده في الصخور. فانت عندك الاهميه للطيات حاجتين، اهميه اقتصاديه. طب يا استاذ ده مقالي، يعني ايه حاجه حفظ كده يعني على طول؟ لا، مهم جدا وبيجي عليها اسئله. فالاهميه الاقتصاديه تشكل المكامن والمصائد التي يتجمع فيها زيت البترول الخام والغاز الطبيعي والمياه الجوفيه. طيب تترسب فيها الخامات المعدنيه، فده اهميه اقتصاديه مهمه جدا. حلو كلام. طب اهميه جيولوجيه تحدد العلاقه الزمنيه من حيث الاقدم والاحدث بين الصخور. ازاي يا استاذ؟ ما انا لسه قايل لك مش انا لسه قايل لك لو طايه محدبه فانت عرفت ان الاقدم هو اللي موجود في المركز. فانت خلاص طالما عرفت ان الاقدم هو الموجود في المركز، فاللي فوق الاقدم ده الاحدث، واللي بعده الاحدث، واللي بعده الاحدث. فانت قدرت ان انت تعرف تحدد عمر الصخور. على الاقل عرفت ان هو دي من الاقدم ومن الاحدث من خلال مين؟ الطيات، سواء المحدبه سواء المقعره. حلو. طيب يستدل منها على النشاط التكتوني والتشوه في الصخور. ده طبيعي لما يحصل ليها تشوه في الصخور وانثناء في الصخور، فانا بستدل من خلالها ان المنطقه ديت مثلا فيها نشاط تكتوني عالي، بيحصل فيها حركات ارضيه عاليه. بسبب ايه؟ بسبب وجود الطيات اللي موجوده فيها. لها دور في تصميم المشاريع الهندسيه وعمليات البناء. طبعا لما يعرفوا ان الطيات موجوده هنا. وخلي بالك من حاجه، خلي بالك، الطيه ديت الصخر ذات نفسه ممكن اقول لك ان هو بيمتاز بالمرونه. يعني هو تعرض لضغط، بس الضغط ما كسرهوش، ما كسرش قلبه الضغط ما كسرهوش، ولكن الضغط نتيجه للتعرض للضغط حصل له انثناء او التواء، لان كل اللي جاي في الفالق او الفاصل حدوث كسر. فلما اجي اقول لك ضغط يتعرض لضغط ولا يحدث كسر، يبقى انت عندك كان في الصخور هنا مرونه. ده بيحصل في مين؟ ده بيحصل في الطيه، ما حصلش فيها كسر، حصل فيها التواء او انثناء. طيب هنا بقى بيكلمك عن السوائل اللي بتجمع عليها في الطيه، اللي هي زي ما بقول لك في الاهميه الاقتصاديه تشكل المكامن والمصايد. بيقول لك تتجمع المواد السائله والغازيه في الطيات، ويكون الغاز الطبيعي والبترول والمياه الجوفيه مرتبه من اعلى لاسفل على حسب الكثافه. يعني ايه على حسب الكثافه؟ يعني اول حاجه يكون عندك اللي تحت خالص الميه، لانه اعلى كثافه من البترول، بعد كده البترول، بعد كده عندك الغاز الطبيعي، بعد كده اللي انت بقى اللي هو خلاص بقى بعد كده الغاز الطبيعي. فخلاص لا تسمح بمرور السوائل والغازات، دي الصخور الموجوده فوق الغاز الطبيعي لا تسمح بمرور السوائل ولا الايه الغازات. انت بقى باشا تحط البريمه بتاعتك هوب، تنزل بقى تشفط بقى ده كله. ماشي. ده بقول لك طبقه منفذه، ده صخور الخزان. فاكر لما كنا بنشرح في الدرس اللي فات على جيولوجيا البترول؟ جيولوجيا البترول دي كانت المسؤوله عن مكان النشأ والهجر والتخزين، حاجه زي كده. طيب بيقول لك جميع الطيات البسيطه تحتوي على جناحين ومستوى محوري واحد فقط. ما احنا قلنا جميع الطيات البسيطه اللي هي واحده بس تحتوي على كام جناح؟ جناحين. وكم مستوى محوري؟ مستوى محوري واحد فقط.
طب بينما يختلف عدد المحاور من طبقه لاخرى، ما انا ما اعرفش معلش، لان انا عندي كام طبقه في الطيه ما اعرفش، ممكن تكون الطيه بالمنظر ده كده اهو، ادي طيه، ادي طبقه، وده طبقه، وده طبقه، وده طبقه، وده طبقه، عمال ازود في عدد الطبقات، وكل ما ازود عدد الطبقات كل ما يزداد عدد المحاور، والمحور ايه؟ وهمي. طيب حسب عدد الطبقات كل منها، وتكون النسبه بين العناصر التركيبيه للطيه هي المستوى المحوري كده للطيه البسيطه هو 1، الجناح هو 2، المحور ما اعرفش عدده على حسب عدد الطبقات. حلو كلام، بس خلي بالك من الاستثناء اللي انا لسه قايله بتاع الحته بتاعت الطبقات دي، ماشي؟ عشان تكون ايه؟ فهمان كده، راجل فهمان. طيب ده كتاب زي كتاب اللي هو التفوق، نفس الفكره كده، الطيه نسيناه، وده الاشكال بتاعت الغاز الطبيعي، وده الاشكال بتاعته. ده اللي انا كنت بقول لك عليه اهو، عشان بس تكون انت ايه؟ فاهم من هنا وفاهم من هنا. عدد المحاور هنا بص كده، عدد المحاور هنا كام؟ 2، بس عدد المحاور هنا 3. طب ليه يا استاذ؟ دي الفكره اللي انا قايل لك. مثال الشكل التالي، الطيه الاولى تمتلك محورين فقط، بينما الثانيه تمتلك 3 ايه؟ محاور. هنا بقول لك عند حساب عدد المحاور في الطيات يراعي ان عدد المحاور يساوي عدد الطبقات المتقاطعه مع المستوى المحوري فقط اللي هيتقاطع معاه. ماشي يا محترم؟ طيب مديك هنا شكل، ده القوانين بقى اللي انا قلت لك عليها وكتبتها لك. عدد المستويات المحوريه بيساوي عدد الطيات المتصله، عدد الاجنحه بيساوي عدد الطيات المتصله زائد 1، عدد المحاور بيساوي عدد الطبقات في عدد الطيات المتصله. ده كله انا كاتبه. انواع الطيات بص كده، رغم ان الطيات لها اشكال عديده ولكن هو اختار 2، الطيه المحدبه والطيه المقعره. اتجاه ميل الجناح بالمنظر ده كده هنا وهنا، اما اتجاه ميل الجناح لبره في الطيات المحدبه، عشان بيجيب عليها اسئله الحته دي، يعني يميل الاجنحه، يميل الجناحان بعيد عن المركز في الطيه المحدبه، اما الثانيه يميل الجناحان قريبين من المركز في اتجاه المركز والمستوى المحوري. حلو الكلام. ده بيقول لك ايه؟ التكرار الافقي. الفكره دي برضو حلوه. ازاي بقى؟ بيقول لك التكرار الافقي المعكوس للطبقات يظهر عند حفر نفق او اخذ مقطع افقي في طبقات متاثره بالطي، طبقه محدبه او مقعره، وجود تكرار معكوس للطبقات. حلو كلام. يتضح بالشكل المقابل عند اخذ مقطع افقي للطبقات الطيار يظهر تكرار الطبقات بطريقه ترتيب معكوس. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا حبيب قلبي، وانا هزعلك في حاجه؟ النعمه ما انا مزعلك في حاجه. بص كده، لما اجي اقول لك ده طيه اهي، نكبر بس الطيه دي كده، ده طيه اهي بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده اهو. بص يا حبيب قلبي، تعالى نرقم الطيه. ده الطيه رقم 1 مثلا، وده الطيه رقم 2، وده الطيه رقم 3، وده 4، دي 4 برضه، ودي 3 برضه، ودي 2، ودي 1. ازاي يا استاذ؟ ما هي يا حبيبي الطيه رقم 1 هي دي كلها، الطبقه رقم 1 هي دي كلها، والطبقه رقم 2 هي دي كلها، والطبقه رقم 3 هي دي كلها، والطبقه رقم 4 هي دي كلها. فلما اعدي ليا بالمنظر الافقي هنا بيحصل ليا ايه؟ تكرار للطبقات بشكل معكوس. هنا كده بيحصل تكرار للطبقات، عشان الحته دي هتعكس الفالق. تكرار للطبقات بشكل ايه؟ معكوس. حلو كلام. ازاي التكرار للطبقات بشكل معكوس يا استاذ؟ افهمك. هو انا ليا غيرك في الدنيا؟ تعالى لي. لما تيجي تبص هنا، ادي 1 2 3 4، خلصنا هنا اهو. طيب هل انا ابدا برضو 1 2 3 4 ولا هبدا 4 3 2 1؟ هبدا من هنا لو انا ماشي في الاتجاه ده او في الاتجاه ده. لو انا ماشي في الاتجاه ده اهو، بص 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 اهو، بص 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 بص، ماشي في الاتجاه ده 1 2 3 4 4 3 2 1، فده بنسميه تكرار ايه؟ معكوس. طب يا استاذ لو كان 1 2 3 4 1 2 او 1 2 3 4، ده بالنسبه لي ساعتها مش هيبقى تكرار معكوس، كان هيبقى تكرار بالنسبه لي ايه؟ عادي. اما في تكرار للطبقات في الطيه، سواء على فكره سواء المحدبه او المقعره هي نفس القصه. يعني لو المقعره بص عليها كده اهو 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 اهو، يعني التكرار في الطبقات لو دي 1 ودي 2 ودي 3، ما دي 3 ودي 2 وده 1، ولو مشيت من هنا هتلاقي 1 2 3 3 2 1. ماشي يا باشا؟ فهنا التكرار في الطبقات بيكون بشكل ايه؟ معكوس، زي ما قاله لك كتاب كده التفوق، بيقول لك يتضح بالشكل المقابل عند اخذ مقطع افقي لطبقات الطيات يظهر تكرار الطبقات بترتيب ايه؟ معكوس اهو. يظهر ليها تكرار الطبقات بترتيب معكوس. لو انا اتجاه الحفر احفر ليها من هنا. ماشي؟ طيب طيات تنحني من جميع الاتجاهات ولتحديد نوعها محدبه ام مقعره، زي ما انا قلت لك بقى الحته دي، زي ما انا قلت لك. عندك لو هنا 100 سنه والبره 200، يعني هنا الاحدث يبقى دي مقعره من غير ما ابص. طيب دي 300 ودي 200 يبقى دي محدبه. طب بص كده على اجابتي.
دي مقعره ودي محدبه ببساطه يعني. طيب البعد عن المركز، كل ما ببعد عن المركز في الطيه المحدبه كل ما بيزداد عمر الصخور، في الطيه المقعره كل ما يزداد عمر الصخور. ازاي؟ بص يا باشا، انا هنا في الطيه المحدبه دي هنقول مثلا هنعمل طيه مقعره بالمنظر ده كده، ادي طيه مقعره بالمنظر ده كده اهي، ادي طيه مقعره، وادي عندي هنا الطيه المحدبه اهي. حلو كلام. ادي المركز. تعال نحدد لهم عمر، يعني هنقول ايه مثلا؟ هنقول العمر هنا مثلا نقول دي طيه دي طيه مقعره في الاحداث في المركز، هنقول ده مثلا 100 سنه، وده مثلا 200 سنه، وده مثلا 300 سنه. حلو كلام. بص ركز بقى، ده المركز صح، ده كده المركز. كل ما ببعد عن المركز كل ما العمر بيزداد ولا بيقل؟ كل ما العمر بيزداد. كان 100 سنه وكان بعد كده 200 سنه 300 سنه، فكل ما ببعد عن المركز في الطيه المقعره العمر بيزداد. طب بص كده في الطيه المحدبه، هنا ديت هتبقى اكبر في العمر، يعني هنا ديت هنكون مثلا 500، يبقى ده يبقى كام 400، يبقى ده يبقى كام 300، يبقى ده كام 200. اعكس بقى، كل ما تبعد عن المركز كل ما العمر بيقل. يبقى هنا كده كلما بعد عن المركز العمر يزداد. حلو. اما هنا كلما، حلو كلام، بعد عن المركز العمر ايه يقل. ده في مين؟ في الطيه المحدبه. اما ده في مين؟ في الطيه المقعره. جميل يا جميل الجمال يا نجم النجوميه، شارحين الدنيا زي الفل. ده بالنسبه لمين؟ للطيات. هل عندك البعد عن المركز، عمر الصخر في الطيه المقعره هيزداد. طيب في البعد عن المركز في الطيه المحدبه هيقل. طيب لو انا قلت لك الطيه المحدبه هنا من الاحدث للاقدم، يعني ايه؟ لو جبنا بقى المركز، جبنا ادي المركز اهو، كل ما بتقرب من المركز كل ما العمر بايه؟ كل ما القدم بيزيد. كل ما تبعد عن المركز كل ما القدم بيقل. ده في الطيه المحدبه. العكس صحيح، كل ما بقرب من المركز كل ما تكون احدث، كل ما ببعد عن المركز كل ما بيكون ايه؟ اقدم. حلو الكلام يا باشا. طيب هنخش بقى على الفوالق. خلصنا الطيات، دلوقتي هنخش مع بعض على الفوالق. بص كده محترم وركز، تعالى نفتكر مع بعض كده احنا بنقول ايه. ببساطه احنا قلنا ان انت عندك مثلا وليكن صخر، حلو كلام، ولكن انت عندك هنا كده ماشي يا محترم صخر، ادي الصخره. الصخر ده يتعرض لقوه مختلفه، يعني مثلا زي قوه اسمها قوه الضغط مثلا. لما يتعرض لقوه زي قوه الضغط بيحصل له كذا حاجه. يعني ممكن يحصل لك قوه الضغط ديت ممكن تكون بالنسبه لي تخلي الصخر ده عباره عن طيه زي ما احنا شرحناه قبل كده، ما يحصلش ليا عندي كسر. امال يحصل هنا كده؟ يحصل ليا حاجه اسمها التواء. حلو كلام. وممكن الصخر ده يتعرض ليا مين؟ لضغط، فيحصل له ايه يا محترم؟ يحصل له كسر. فلما يجي يحصل له كسر ايه اللي يحصل؟ يتكون ليا فالق زي ما انت شايف بالمنظر ده كده. الفالق ده عباره عن ايه؟ ده بالنسبه لي طيه، اما ده بالنسبه لي فالق. ايه الفرق؟ ان الطيه ما بيحصلش فيها كسر بس بيحصل فيها التواء، اما الفالق بيبقى كسر زائد ازاحه، زائد ان بيحصل ليها حركه. عندك هنا ده حركه، الصخر ده حصل ليه حركه الاعلى والصخر ده حصل له حركه الاسفل. طيب ممكن بقى محترم الصخر ده يتعرض لقوه ضغط ويكون بالنسبه لي يكون عندي حاجه زي اسمها ايه؟ الفاصل اهو. بص كده، ده كده فاصل. الفاصل ده يا محترم عباره عن ايه؟ الفاصل كسر بس بدون ازاحه، يعني حصل ليا كسر بس ما حصلش ليا مين؟ ازاحه. تمام كده يا محترم؟ حصل ليا كسر بس ما حصلش ليا ايه؟ ازاحه. يبقى الفرق ده يا باشا في الثلاثه اللي هو التراكيب الثانويه. الطيات ما بيحصلش فيها كسر، بيتعرض لضغط بس بتحصل ليها التواء. طيب الطيات بتتعرض لضغط بس بتحرك ايه؟ اللي بيكون حصل ليها كسر زائد ازاحه، حدوث حركه. طيب الفاصل بيحصل ليها كسر بدون ايه؟ بدون ازاحه. طيب بص بقى معايا كده، لما اجي اعرف لك بقى ونبدا مع بعض في الفالق، فالفالق ببساطه خالص ده بيحصل ليا، بيتعرض ليا الصخر لقوه، القوه ديت بيحصل لي فيها كسر زائد حدوث ازاحه ببساطه. طيب لما اجي اتكلم معاك واقول لك عناصر الفالق، الفالق ده بيتكون من ايه؟ هقول لك يا باشا ان الفالق ده بيتكون
من 3 حاجات. اول حاجه حاجه اسمها مستوى الفالق. حلو كلام يا محترم. مستوى مين؟ الفالق. فين مستوى الفالق ده؟ اللي هو الحته دي كده، ده عباره عن مستوى الفالق. طيب عندك تاني حاجه اسمها الحائط العلوي للفالق. ثالث حاجه اسمها الحائط السفلي للفالق. الحائط العلوي والحائط مين؟ السفلي. طيب يا استاذ انا عاوز دلوقتي اعرف ايه الفرق ما بين الحائط العلوي والحائط السفلي. كذا حاجه يا باشا. بص كده زي ما انا قلت لك، ادى الصخر حصل له ازاحه، بص كده بالمنظر ده، ادى مستوى الفالق حصل له ازاحه بالمنظر ده كده، ففي صخر اتكون ليا فوق بالمنظر ده، وصخر تاني نزل ليا لتحت بالمنظر ده كده. فين الحائط العلوي فين الحائط السفلي؟ ببساطه يا حبيبي، عارف مستوى المائل ده؟ عارف المستوى المائل ده؟ اللي فوق المستوى المائل هو الحائط العلوي. طيب فين الميل؟ اهو ادى الميل اهو، بص كده ادى الميل اهو يا محترم. فين اللي فوق الميل؟ هو ده اهو. فاعرف ان ده حائط علوي. حلو كلام. اما ده عباره عن حائط سفلي ببساطه خالص اهو. حلو كلام. يبقى اللي فوق الميل هو اللي فوق الميل هو الحائط الايه؟ العلوي. طب يا استاذ انا مش عاوز، مش فاهمها قوي، عاوز طريقه. سهله يا حبيبي، اجيب لك طريقه. بص، عارف يعمل رقم 7 كده اهو، اللي يتقاطع مع رقم 7 اللي هو الخط اللي انت تعمله عشان تكون رقم 7 هو ده الحائط العلوي. طب يا استاذ طب ما انا عامل رقم 7 ومش هيبقى رقم 7 مظبوط اصلا. حلو كلام. طب اديني مثال تاني. اديك مثال تاني. بص ادى كمان حائط اهو بشكل مختلف يا نجم انت، بس احنا عندنا غيرك. ادى اهو حائط ليا وبشكل مختلف خالص اهو بالمنظر ده كده اهو. ادى الحائط بشكل مختلف. طيب بص كده وركز بقى معايا كده. انا دلوقتي يا استاذ فين الحائط العلوي؟ فين الحائط؟ والله ادى المستوى المائي، والحائط العلوي بيكون على المستوى المائي، فيبقى ده عباره عن علوي وده عباره عن سفلي. حلو كلام. طيب اعرفها ازاي يا عم؟ حط رقم 7 اهي، حط رقم 7 ده اللي هتمشي معاك، الثانيه مش هتمشي معاك، في رقم 7 تبقى مائله. حلو كلام يا باشا. طب يا استاذ مش هعرفها، عارف ولا السلم بتاع الخشب؟ ولا عارف السلم بتاع الخشب؟ السلم بتاع الخشب المحترم بيكون عامل ازاي؟ بيكون عامل كده، صح؟ درجات السلم بتبقى فين؟ او في الناحيه دي كده، في الناحيه المائله. اللي ناحيه درجات السلم هو الحائط مين؟ العلوي. عشان ده اهم حاجه في الدرس، ان انت تعرف تحدد مين الحائط العلوي من الحائط السفلي. يبقى تاني كده يا حبيبي، الحائط العلوي هو اللي فوق المستوى المائي، ايه ده اهي، ده الميل بتاع ايدي اهو. الحائط العلوي هو اللي يكون موجود فوق، اما الحائط السفلي هو اللي يكون تحت. مش فكره علوي يبقى فوق وسفلي يبقى تحت، ممكن يكون العلوي تحت عادي يعني. بص كده، بص وركز، بص كده اهو. انا عندي هنا كده بالمنظر ده كده، ادي عندي ده فالق حصل له حركه. فين الحائط العلوي؟ ارقمه لك، اقول لك ان ده الف وده باء. من الحائط العلوي انا محترم؟ ها من الحائط العلوي، من الحائط العلوي باء. باء هو الحائط العلوي. يا استاذ ازاي؟ ده الحائط العلوي تحت يا حبيبي. مش انا ما بتكلمش ان حائط العلوي يكون فوق وحائط سفلي يكون تحت. امال انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم ان الحائط العلوي هو اللي فوق المستوى بتاع المائل، المستوى الفالق. ادي مستوى الفالق اهو، واللي فوق واللي هيكون معاه رقم 7 هو الحائط ده، يبقى ده حائط علوي. طيب ده يا استاذ ده فوق، مش مشكله يا حبيبي، المهم بالنسبه لي ادي المستوى المائل اللي تحته هيبقى ده عباره عن الحائط السفلي. مفهوم كده يا محترم؟ مفهوم جدا يا استاذ. طيب دخل بقى معاك في حته اسمها انواع الفوالق. بس قبل ما نخش لك على انواع الفوالق تعالى اقراها لك معاك من الكتاب. نجيب كتاب ايه؟ قول لي الامتحان مثلا. ادي الفوالق يا باشا: كسر وتشققات في الكتله الصخريه وصاحبها ايه؟ حركه، ماشي، نسبيه، ازاحه للصخور المهمشه على جانبي مستوى الكسر. طيب من العناصر التركيبيه 3 حاجات: مستوى الفالق، صخور الحائط العلوي، صخور الحائط السفلي. المستوى الذي تتحرك على جانبي الكتل الصخريه المهشمه، يعني المستوى ده اهو، ده كده مستوى الفالق. طب يا استاذ قول لي مين الحائط العلوي؟ لا، اللي فوق مستوى المائل، يبقى اللي فوق ده هو صخور الحائط العلوي، واللي تحت ده صخور الحائط المين؟ السفلي. حلو كلام. ده خليك على انواع الفوالق خالص، كتاب الامتحان 100% وطول عمره 100%. انواع الفوالق يا باشا، خش على انواع الفوالق. انت عندك ممكن انا كشخص بسيط ممكن اقسم لك انواع الفوالق لنوعين: يا اما فوالق بسيطه يا اما فوالق مركبه. الفوالق البسيطه دي يا محترم، الفوالق البسيطه عباره عن مين؟ هقول لك. الفوالق البسيطه ديت عباره عن كذا فالق، عد معايا. يا اما عندك الفالق العادي، يا اما عندك الفالق المعكوس، يا اما عندك الفالق الزحفي او الدسر،
حلو كلام. يا اما عندك الفالق ذو الحركه الافقيه. تعال نميز ما بينهم كده يا محترم واحده واحده. تعال الاول كده ناخد الفالق العادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كده تعال ناخد مع بعض الفالق العادي. ببساطه ميزوا لك بحاجه واحده. اولا الفالق العادي ده يتعرض نتيجه لتعرض الصخر لقوه ايه؟ لقوه شد. حلو كلام. طيب خد اللي بيميزه. حلو. الحائط العلوي يتحرك لاسفل. الحائط العلوي بيتحرك ليه يا محترم؟ لاسفل. يعني لما تيجي تشوف الحائط العلوي بيتحرك لاسفل يبقى ده فالق عادي ببساطه خالص اهو. طب تعالى ميزهولك يا استاذ، اميزهولك بس كده من عينيا. ادي عندك يا محترم، ادي اهو حصل لي عندي هنا كده بالمنظر ده كده. فين مستوى الفالق؟ تعالى نقول فين مستوى الفالق. ده مستوى الفالق اهو يا استاذ، ده كده مستوى الفالق. مين اللي فوق مستوى الفالق؟ الحائط ده يا استاذ، يبقى ده اسمه حائط علوي. حلو كلام. طيب مين اللي اسفل مستوى الفالق؟ ده يبقى ده حائط سفلي. الحائط العلوي اتحرك لفين يا استاذ؟ لاسفل. يبقى هنا طالما اتحرك لاسفل يبقى تعرض لقوه اسمها قوه الشد. ولو طالما اتعرض لقوه الشد يبقى هنا كده يا محترم اتعرض ليا، يبقى ده الفالق عباره عن فالق عادي. حلو كلام. يبقى ايه اللي بيميز الفالق العادي يا محترم؟ ان الحائط العلوي بتاعه بيتحرك لاسفل. خلي بالك الحائطين الاثنين بيتحركوا على مستوى الفالق، بس اللي بيميز لي عشان اعرف اميز ده فالق عادي ولا فالق معكوس هو الفالق بتاع اللي هو الحركه اللي هو الحائط العلوي. لو بيتحرك لاسفل يبقى فالق عادي وبيتعرض لقوه اسمها قوه الشد. اسالك سؤال، قوه الشد دي بتزود المساحه ولا بتضغط المساحه؟ بتزود. انت حتى بتقول بتضغط المساحه، ما تنفعش. قوه الشد دي بتزود ليا المساحه بتاعت مين؟ بتاعت الصخور. يبقى هنا كده بيحصل ليا هنا كده يا محترم زياده مساحه مين؟ الصخر. تمام. طيب هنا كده لا يحدث تكرار. يعني ايه لا يحدث تكرار يا باشا؟ بص كده، لو انا دلوقتي نزلت وحفرت، عاوز احفر ادي سطح التربه وعاوز اعمل ليا حفر، لما اجي احفر هنا كده هل هيحصل ليا تكرار للطبقات؟ لا يا استاذ. ازاي يا استاذ؟ اقول لك. مش ده صخر؟ والصخر ده محترم ممكن يكون بالنسبه لي رسوبي، فالغالب هيبقى رسوبي في صوره طبقات. فانت عندك هنا الطبقه دي الاولى، وده الطبقه الثانيه، وده الطبقه الثالثه، وده الرابعه. وعندك هنا الطبقه دي الاولى، وده الثانيه، وده الثالثه، وده الرابعه. هل انا لما اجي احفر هيتكرر معايا الطبقه الاولى؟ يعني وانا ماشي كده بعمودي كده هيتكرر معايا الطبقه الاولى؟ ده لو انا عديت عليها مره واحده يبقى من الله. طب لو انا مشيت هنا كده هتتكرر معايا الطبقه الاولى او الثانيه او الثالثه؟ لا، ده هم 1 2 3. طب هنا هيحصل ليها تكرار؟ لا، مش هيحصل ليها بالنسبه لي هنا ايه؟ تكرار. طيب ايه اللي بيميز برضو الفالق العادي عشان تكون فاهم؟ بص الطبقه الاحدث من الحائط العلوي تقابل الطبقة الأقدم من الحائط السفلي. ايه رأيك في الحتة دي؟ جميلة. اقول لك عليها ازاي بقى. بص كده يا محترم، تعالى اعملها لك تاني واوضح اهو. ادي مستوى الفالق اهو، وده عندك هنا كده الحائط السفلي، وده عندك هنا كده الحائط العلوي. رتبها لي يا باشا. ادي اول طبقة، وادي تاني طبقة، وادي التالت طبقة، وده الرابع، وده اول طبقة، وادي تاني طبقة، وده التالتة، وده الرابعة. مين اقدم الطبقات؟ الطبقة الرابعة لان هي اللي تحت، صح؟ طب مين احدث الطبقات؟ الطبقة الاولى. فبص كده وركز معايا. الطبقة الأولى من الحائط العلوي، ده العلوي لأنه على المستوى المائل، وده السفلي. حلو كلام؟ الطبقة الأولى من الحائط العلوي اللي هي الأحدث تقابل الطبقة رقم 4 من الحائط السفلي اللي هي الأقدم. فخلي بالك من المميزات اللي أنا عمال أقولها دي. يبقى ركز كده معايا. الفالق العادي الحائط العلوي يتحرك لأسفل. الفالق العادي ما بيحصل اللي بيزود لي المساحة بتاعت الصخور. الفالق العادي لا يحدث به تكرار للطبقات. الفالق العادي الحائط الأحدث من الحائط العلوي يقابل الأقدم من الحائط السفلي. عداني العيب. حلو كلام يا باشا؟ طيب ده بالنسبة للفالق العادي. طب لما نيجي نتكلم مثلا مع بعض عن الفالق المعكوس، لان الاثنين عكس بعض. الفالق المعكوس اعكس بقى يا باشا. هناك كان بيتعرض لقوه شد، ده بيتعرض لقوه اسمها قوه الضغط.
وطالما قوه ضغط يبقى هنا كده بيحصل ليا ايه؟ بيحصل ليا انكماش للمساحه، بيحصل ليا انكماش لمساحه الصخور، ما ده ضغط. حلو كلام يا باشا. طيب ركز بقى، الحائط العلوي هنا كده بيتحرك لمين؟ ها؟ لاعلى. طب فهمها لي دي يا استاذ. افهمها لك بالدليل. ادي مستوى الفالق بالكبير اهو، وده عندي هنا كده الحائط العلوي، وده عندي هنا كده الحائط السفلي. حط الطبقات بتاعتك، ادي واحده وده الثانيه وده الثالثه وده الرابعه، ادي الواحده وده الثانيه وده الثالثه وده الرابعه. حلو كلام. الحائط العلوي فين؟ هو اللي فوق مستوى الفالق. طيب بيتحرك ليا فين؟ اتحرك ليا الاعلى اهو، وده اتحرك لفين؟ لاسفل اهو. حلو كلام. طيب هنا بيحصل ليا برضو، خلي بالك هنا في دي بيحصل تكرار الطبقات. ازاي يا استاذ تكرار الطبقات؟ وريني اوريك. بص كده، لو انا فحرت ادي سطح التربه، ولو انا فحرت في الحته دي كده، بص 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 بص، حصل ليا تكرار للطبقه رقم 1 والطبقه رقم 2 وده 1 وده 2. فحصل ليا لما اجي اعمل ليها عمليه حفر بيحصل تكرار للطبقات خلاف مين؟ خلاف الفالق العادي. طيب بص وركز بقى معايا كده في الحته اللي انا هقولها دلوقتي. لما اجي اقول لك كنا بنقول في الفالق العادي ايه؟ ان الاقدم هناك كنا بنقول الاحدث من الحائط العلوي يقابل الاقدم من الحائط السفلي. هنا هنعكس، هنقول الاقدم من الحائط العلوي يقابل الاحدث منين؟ من الحائط السفلي. يقابل ليه الاحدث من الحائط مين يا محترم؟ السفلي. ازاي يا استاذ؟ اهو مش ده علوي؟ ده علوي وده سفلي. مين اقدم الطبقات في العلوي؟ هو رقم 4. بيقابل ليه مين؟ بيقابل احدث الطبقات في الحائط السفلي اللي هو رقم كام؟ رقم 2. حلو كده يا باشا. حلو كده يا باشا. ده بالنسبه للفالق المعكوس. طب لو فالق زي فالق الدوسر اهو، الفالق الدوسر هو بص باختصار هو الفالق المعكوس. حلو كلام. ولكن بزياده الميل بس، مش اكتر والله. يعني هو الفلك المعكوس، يعني الحائط العلوي بيتحرك لاعلى، الحائط العلوي بيتحرك لاعلى. يعني عامل ازاي؟ بص 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 بص، هو عامل كده. فين مستوى المائل؟ اهو هذا الحائط العلوي، وده عندك هنا كده الحائط السفلي. ده علوي وده كده برضو سفلي. هيها بالظبط بتاعت مين؟ هي بتاعت الفلك المعكوس، بس الفكر ان هو اسمه الفلك الدوسر او الفلك الزحفي لانه يشبه الحركه الافقيه. بص كده، يشبه الحركه الافقيه او قريب من الحركه الافقيه. قريب منين؟ من الحركه الافقيه. حتى بص كده، لو جاب لك في الامتحان كتاب الامتحان اهو، بص كده، الفالق الدسر هو احد انواع الفالق المعكوس نتيجه ضغط تكتوني، ويتميز عن الفالق المعكوس بان مستوى الفالق يكون افقيا تقريبا. حلو كلام. اي قليل الميل. قد يسمى البعض الفالق الدسر بالفالق الزحفي لان الصخور المهشمه تزحف افقيا تقريبا بمسافه ما على مستوى مين؟ الفالق. حلو كلام. طيب انا هنا كتبت بزياده الميل على اساس ان هو ايه؟ الزاويه يعني، ولكن هنا عشان ما تفهموش غلط يبقى تقليل الميل عن الكتاب. يعني تقليل الميل ان هو بدل ما يميل، يعني هو كده بيميل اكتر للافقي فالميل بتاعه صغير. طب لو عمل كده يبقى الميل بتاعه بقى ايه؟ كبير. تمام. طيب بص كده، ده بالنسبه للفالق مين؟ الداسر. حتى اهو هتلاقي هنا الحائط العلوي بيتحرك لاعلى والحائط السفلي بيتحرك لمين؟ لاسفل. وده الفالق المعكوس، الكسر الناتج عن الضغط. وده برضه خلي بالك ضغط، ده برضه ضغط لان كده هو فالق ايه؟ معكوس. طيب عندك مين تاني يا محترم؟ قال لك عندك الفالق ذو الحركه الافقيه. ده ما فيش اسهل منه فهنجاوبه هنا. الفالق ذو الحركه الافقيه فالق تتحرك صخوره المهشمه حركه افقيه في نفس المستوى دون وجود ازاحه راسيه. خلي بالك الفالق ذو الحركه الافقيه ده ما بيحصلش له ازاحه راسيه. انت ممكن تشوفه اصلا فاصل، يعني لو انت شفته من بعيد كده ممكن تشوفه فاصل يعني ايه؟ يعني يكون كده صخر هنا وصخر هنا كده، ما تقدرش تشوفه. ليه بقى؟ لان انا عندي هنا كده ممكن الحته بتاعت الحركه دي رجع لورا شويه، فانت مش عارف دلوقتي في الكاميرا تميز ما بين الايدي، هل ايدي رجعت لورا ولا ما رجعتش؟ فهي نفس الفكره. فالفارق ذو الحركه الافقيه بيتحرك حركه افقيه وليست حركه راسيه. حلو كلام. ده بيتعرض لحاجه اسمها الاجهاد القصي، بس مش قصتنا. بس خلي بالك، هو انا اسيبه كده واقول لك فالق ذو حركه افقيه؟ خلي بالك هنا الطبقات
الطبقات بتكون متساويه قصاد بعض، تكون متقابله، تكون ايه؟ متقابله مع بعضها. يعني ايه يا استاذ؟ يعني انا دلوقتي ما حصلش ليه مشكله في الطبقات. يعني لو دي طبقه اولى ما هي نفس الطبقه الاولى اللي هنا، لو دي الطبقه الاولى اهي فهي نفس الطبقه الاولى اللي هنا، والطبقه الثانيه اهي هي نفس الطبقه الثانيه اللي هنا، والطبقه الثالثه اهي هي نفس الطبقه الثالثه اللي هنا. فما حصلش ليا اختلاف في مين؟ في الطبقات. ما حصلش ليا اختلاف في مين؟ في الطبقات. خلي بالك بقى من لما يجي يسالك بقى في منكشف افقي او راسي. ليه بقى يا استاذ؟ لما يجي يقول لك في منكشف افقي، حلو كلام، افقي يعني كده، تمام. لما نيجي نبص على المنكشف ده، خلي بالك انا المنكشف افقي اهو، بس لما انا اجي ابص عليه بشوف عليه من منظور ايه؟ راسي من فوق. انا ممكن اعرف اميز ما بين الفالق ذو الحركه الافقيه بالمنظر ده كده. يعني بص، لو انا عملت ايدي الاثنين كده، قربت واحده وبعدت واحده، اقدر اميز ما بينهم بس من فوق، لما اجي ابص عليها من فوق. بس لو انا بصيت وبصيت بالمنظر ده كده ورجعت ايدي لورا وقربتها لقدام، انت ممكن ما تعرفش تميز ما بينهم. حلو كلام. طيب فيبقى انت عندك الفوالق ذو الحركه مين؟ الافقيه. طيب بعد كده عندك الفوالق المركبه. لا يا باشا، ديت لازما ايه؟ نفريزها كده. الفوالق المركبه محترمه عامله ازاي؟ قال لك ببساطه خالص، ببساطه خالص خالص خالص. بص وركز معايا. انت عندك الفوالق المركبه. يبقى احنا كده خدنا البسيطه. الفوالق المركبه نوعين، اللي هو فالق اسمه البارز او الساتر او السواتر. حلو كلام. والفالق الثاني اسمه ايه؟ اسمه الخندقي او الخسفي. حلو كلام. طيب بص يا حبيبي قلبي، الفوالق المركبه دي تتكون ببساطه كده، سواء بارز سواء خندقي، تتكون من ايه؟ تتكون من فوالق عاديه الاول كده، يعني ما بيخشش فيها فوالق معكوسه. طب حلو، اختصار ده حلو جميل جدا. ما انت لو عرفت ان هو بتتكون من فوالق عاديه، فانت عرفت ان القوه اللي بتاثر سواء بارز سواء الخندقي هي قوه الشد. ببساطه خالص اهو، اهو اللي بيشترك ليها دي فوالق مركبه، يعني فيها اكتر من فالق. فالفالق البارز بيبقى شكله عامل ازاي؟ بص كده اهو بالمنظر ده كده اهو، ادي مستوى الميل اهو. فين الحائط العلوي بقى محترم؟ لو انت راجل محترم كده وتكون عارف فين الحائط، ادي الطبقات وادي الطبقه وادي الطبقه وادي الطبقه وادي الطبقه، وادي عندنا طبقه 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 وادي طبقه وادي طبقه وادي طبقه. حلو كلام. طيب عندك هنا ادي 1 2 3 4 وادي 1 2 3 4 وادي 1 2 3 4. بص كده معايا، هل الفوالق هنا عاديه ولا معكوسه؟ عاديه. فين مستوى الفالق؟ ده مستوى الفالق اهو يا استاذ. وانا عندي هنا مستوى الفالق هنا يا استاذ. هنا ده حائط علوي وهنا ده حائط علوي. يبقى البارز يا حبيبي، وده حائط ايه؟ سفلي. حلو كلام. يبقى البارز عنده اتنين حائط علوي زائد حائط مين؟ حائط سفلي. حلو كلام. طيب بص كده على البارز، قوه اسمها قوه الشد طبعا. هنكمل البارز للاخر اهو. بص كده عندك هنا البارز هتلاقي اقدم من السفلي، يقابل الاحدث من العلوي. اديني يا استاذ مثال. اديك مثال اهو. بص كده، الاقدم من السفلي اللي هو الاربعه بيقابل الاحدث من العلوي اللي هو واحد وواحد. انت عارف ده يشبه مين؟ يشبه، عشان تكون انت عارف برضه، يشبه الطيه المحدبه. ليه يا استاذ؟ بيكون لك الاقدم الطيه المحدبه، لان بيقول لك هنا الاقدم في مين؟ في المركز. الادم هنا في مين يا محترم؟ في المركز اهو. الادم عندك هنا كده في مركز اللي هو رقم كام؟ رقم 4. بيتباعد مستوى الفالق من اسفل اهو. هنا كده يتباعد مستوى الفالق منين يا باشا؟ من اسفل. حلو كلام. زي الطاء المحدبه. وبتقاربوا ليا منين؟ من اعلى. ده بالنسبه للفالق مين؟ البارز. عندك في كم عنصر، بيحتوي على كم من عناصر الفالق؟ 5 عناصر. عناصر الفالق هنا بيساوي 5، اللي هم مين؟ 2 حائط علوي و2 مستوى فالق. حلو كلام. وواحد حائط سفلي. ماشي يا محترم اهو. ده بالنسبه للفالق مين؟ البارز. طب الخندقي اعكس. بص الخندقي هيكون عامل ازاي اهو. بص
بص على الخندقي اهو، ادي الخندقي يا نجم، وده عندي هنا كده الحائط، وده عندي هنا كده الحائط العلوي اهو. حط بقى الطبقات، ادي الطبقه وده 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 طبقه وده طبقه وده طبقه وده طبقه. ركز بقى معايا كده يا محترم، حط الطبقات، ادي 1 2 3 4، وده 1 2 3 4، وده 1 2 3 4 مثلا 5. حلو كلام. انت هنا العكس بقى، بس ده يشبه مين؟ يشبه الطيه المقعره زي ما انت شايف اهو، بيحتوي على 2 حائط سفلي وكم علوي؟ 1 علوي. مش عرفك اهو، ادي مستوى الفالق اهو، ده حائط علوي، ده كده العلوي وده كده السفلي اهو. ادي مستوى الفالق اهو، مين اللي على مستوى الفالق اهو؟ ده كده علوي، ما هو ده واحد وده سفلي. حلو كلام يا محترم. اعكس اللي انا قلته هناك. هنا يا باشا، هنا العكس بقى اللي هو ايه؟ ان هنا الاحدث 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 من العلوي يقابل الاقدم منين؟ من السفلي. ازاي يا استاذ الكلام ده؟ بص ركز معايا، الاقدم من السفلي، الاقدم من السفلي هنا كده يقابل الاحدث من العلوي. حلو. طيب انت عندك هنا الاحدث من العلوي يقابل الاقدم من السفلي، اللي يكون عندك هنا القديم من السفلي اللي موجود عندك، او من الاخر كده اللي هو الاحدث. احنا كنا بنقول هناك ان الاقدم في المركز، هنا الاحدث في المركز هنا الاحدث في مين؟ في المركز اللي هو رقم 1. حلو كلام. دي هي دي، يعني اللي هو الاقدم لما تيجي تقول لك كده، بص كده، الاقدم من السفلي يقابل الاحدث من العلوي، كده كده هي دي 1. ليه؟ لان ده سؤال فالق عادي. والاحدث من العلوي يقابل الاقدم من السفلي، هي كده كده 1 لان ده فالق عادي. ولكن الاحدث في المركز هي اللي بتختلف، لان دي تشبه الطايه المحدبه ودي تشبه الطايه المقعره. حلو كلام يا محترم. طيب عندك ايه تاني؟ اقول لك هنا كده يتقارب مستوى الفالق منين؟ من اسفل. بيتقارب عندي مستوى الفالق منين؟ من اسفل. حلو. طيب لما اجي اقول لك بقى عناصر الطيه، هيكون عندك كام عنصر يا محترم؟ عد معايا كذا عنصر، 5 برضو. طيه ايه يا عم؟ عناصر الفالق اللي موجودين عندي هنا، عناصر الفالق هيكون عندك كام؟ 5. مين ال5 دول يا استاذ؟ عد. 2 حائط بقى، مش المره دي علوي سفلي، هي دي التغييره بس، وواحد حائط علوي، اتنين مستوى فالق. كده كده القوة اللي موجودة هنا هي نفس القوة اللي موجودة هنا، لأن الاتنين عبارة عن إيه ده يا محترم؟ الاتنين عبارة عن فوالق عادية ولكن اتجمعوا مع بعض فسميناه فالق بارز وفالق إيه؟ خندقي. تعالى أقرم لك من الكتاب. هذا الفالق البارز أو الفالق الساتر يحدث عندما تتأثر الصخور بفالقين عاديان يتحدان معا في صخور الحائط السفلي. يتحدوا معا، ده اللي هو مين؟ البارز. بيتحدوا معا في صخور مين؟ الحائط السفلي. يعني ده كده ممكن نزود الحتة دي، اللي هو ده هنا كده يتحد في صخور الحائط السفلي، اما ده كده بيتحد في صخور الحائط العلوي. حلو كلام. ازاي يا باشا؟ اهو ده هنا سفلي فالاثنين بيتحدوا مع بعض في صخور الحائط السفلي، ده كده يا باشا علوي فالاثنين مع بعض بيتحدوا ليه في صخور الحائط مين؟ العلوي. حلو كلام يا باشا. طيب يحدث عندما تاثر الصخور بفالقين عاديان يتحدان معا في صخور الحائط العلوي. اهميه الفالق تعتبر الاهميه بقى بتاعت الفوالق، تعتبر الفوالق احد اهم التراكيب التكتونيه، وذلك لانها مصيد للبترول، وده يشبه الطيه، خلي بالك في الاهميه. مصيد للبترول والغاز الطبيعي، كانت الطيه برضو مصيد للبترول والغاز الطبيعي. اماكن تصاعد مياه ونافورات ساخنه، دي بقى مش وجه شبه. الفالق يا جماعه هو تشقق بيحصل في الارض، يعني الارض بتعرض لضغط مثلا او قوه زي قوه الشد، فبيحصل ليها تشقق للارض، ولما يحصل تشقق الارض بيحصل حركه، الحركه ديت بتخرج ليها نافورات من الماء الساخنه على مستوى الفالق، والتي تستخدم للسياحه العلاجيه. ده برضه مش موجود في الطي. منطقه عين حلوان بحلوان ده سياحه علاجيه، والعين السخنه على الساحل الغربي لخليج السويس، وحمام فرعون على الساحل الشرقي لخليج مين؟ السويس. طيب بيقول لك ايه؟ اترصف فيها معادن اقتصاديه ذات قيمه اقتصاديه مثل الكالسيت والمنجنيز والنحاس
وخامات القصدير نتيجه صعود مياه معدنيه في الشقوق على طول مستوى الفالق. يبقى انت كده اهميه الفالق ايه؟ مصائد للبترول والغاز الطبيعي. اتنين، بيطلع منها نافورات في المياه السخنه، وزي ما عندك منطقه عين حلوان، العين السخنه اللي هو حمام فرعون، وبيترسب فيها بعض المعادن الاقتصاديه زي الكالسايت والمنجنيز والنحاس والايه والقصدير. بيقول لك هنا مديك وجه شبه بين الطيه المحدبه والفالق البارز، قلناه. وجه شبه بين الطيه المقعره، قلناه. القوه التكتونيه المؤثره على الصخور قد تكون قوه شد تؤدي الى كسر الطبقات مع حدوث ازاحه، هيبقى ده فالق. طب قد تكون قوه ضغط، بص 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 بص، ركز في الحته دي، وقد تؤدي الى انحناء الطبقات وتكون طيات. شكرا، كنت قايلها من الاول. حلو كلام. كسر الطبقات مع حدوث ازاحه وتكون فالق معكوس، يا اما ايه؟ ده سر. حلو كلام يا باشا. طيب في حته بقى مهمه هو جايبها هنا في الحته دي. انا دلوقتي يا معلم رحت قلت لك وجبت لك فكره، ايه هي؟ قلت اجيب لك الشكل ده كده، ورحت مقسمه لك كده بالمنظر ده، وقلت لك ان ده فالق. يا استاذ ده ما اتحركش، ما انا هقول لك انت تعرفه ازاي. انت تعرف كده يا محترم ان الحته ديت مثلا لما اجي اديك فالق بقى، شكل فالق فعلا او بالمنظر ده كده، ده فالق اهو يا محترم، ده فالق، ده حائط علوي، وده عندي هنا كده حائط سفلي. ده فالق ايه؟ هتقول لي يا استاذ ده حلو حلو، ده فالق عادي. عرفت منين ان هو فالق عادي؟ تقول لي يا استاذ انت عندك هنا الاحدث من الحائط العلوي هيقابل الاقدم من الحائط السفلي. جميل قوي. فين مستوى الفالق هنا؟ ده مستوى الفالق اهو. فين الحائط العلوي؟ ده حائط علوي اهو. فين الحائط السفلي؟ ده السفلي اهو. فلما اجي اقول لك ان ده 300 سنه، اتكون بقاله 300 سنه، وده اتكون بقاله 500 سنه، يبقى انت عندك كده الاحدث من العلوي بيقابل الاقدم من السفلي، يبقى ده فالق عادي. شفت الفكره؟ يبقى ده فالق ايه؟ عادي اهو ببساطه. انت اللي قلت، ما انت قلت واحد ده هيقابل اربعه، يعني الطبقه الاحدث من العلوي هيقابل الاقدم من السفلي. طب لو انا جبت لك معكوس، ابص كده، ادي المعكوس اهو، ده الحائط العلوي بيتحرك لاعلى، هتلاقي ان الاقدم من الحائط العلوي رقم 4 وهنا رقم 1. هتلاقي ان لو انا جبت لك نفس المساله كده اهو، ده الصخره، وده عندك مستوى الفالق اهو، طالما ده مستوى فالق يبقى ده علوي، يبقى ده يا محترم سفلي. انت عارف هو بياخد ايه؟ بياخد الحته ده اهي، ده المقصود بالحته اللي قصادك ده. طيب رحت قلت لك ان دي اللي بتساوي 500 ودي اللي بتساوي 300، يبقى الاقدم من الحائط العلوي بيقابل الاحدث من الحائط السفلي، يبقى ده عباره عن فالق معكوس. فهمت كده يا محترم؟ يبقى الاقدم من العلوي بيقابل الاحدث من السفلي، يبقى فالق معكوس. طب لو احدث من العلوي بيقابل اقدم من السفلي، يبقى ده فالق ايه؟ عادي. في بروبلم كده؟ نو بروبلم ان شاء الله. في الفلك العادي تكون صخور الحائط العلوي احدث عمرا من صخور الحائط السفلي المجاوره لا عند نفس المستوى، زي ما انا قايل لك. ماشي؟ الحائط العلوي هتبقى احدث. في المفالق المعكوس العكس، الحائط العلوي هيكون اقدم عمرا. تؤدي الفوالق العاديه الى زياده المساحه الافقيه. ايوه هناك، ايوه هناك. طيب بينما الفوالق تؤدي الى نقص المساحه الافقيه، ضغط ضغط ضغط. التكرار الافقي للصخور او الطبقات بدون وجود فوالق يعني وجود طيه او اكثر. يعني لو حصل ليها تكرار للطبقات بدون وجود فوالق، فده اعرف ان هو طيه. يعني هنا كده عند حفر بئر راسي يمر بمستوى فالق، قد نلاحظ اختفاء طبقات او جزء من طبقه. يعني انا دلوقتي مش هيحصل ليها تكرار للطبقات، يحصل لي اختفاء للطبقات. يعني دي واحده مش موجوده، انا عندك هنا الثانيه، وده عندك هنا مين؟ الثالثه. طيب هنا بقى، هنا ديت لما يحصل لي، بص انت خدت اهو، ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه. طب بص هنا كده في المعكوس، هتلاقي ده اهي الاولى اهي واحد، والاولى اهي برضه دي الاولى اهي، وده الثانيه اهي، وده الثانيه اهي، فحصل لي تكرار للطبقات. قد نلاحظ تكرار ايه؟ راسي ومنتظم. يعني ايه تكرار راسي منتظم؟ يعني واحد هيطلع اثنين وهترجع ليها ثاني واحد وهترجع ليها ثاني اثنين، فاهم؟ واحد اثنين واحد اثنين، ده تكرار. خلاف مين؟ خلاف الطيه، كان تكرارها ايه؟ كان تكرارها معكوس كده بالمنظر ده، مش مرتب بالمنظر ده. يعني ايه؟ يعني لو قلت لك الطبقه دي رقم واحد، ده اثنين، ده ثلاثه، هتقول لي ان ده واحد، ده اثنين، لا ده هتبقى ثلاثه، وده اثنين، وده كده واحد. فلما تيجي تكرر هتبقى واحد اثنين ثلاثه ثلاثه اثنين واحد، صح؟ طيب اما لما يجي الفالق المعكوس يتكرر، لا يا باشا، هيبقى الطبقات واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه، هو ده تكرار الفالق المعكوس. ماشي يا محترم؟ تكرار مين؟ الرأسي. ولكن في بعض الحاجات كده في كتاب التفوق هنراجع مع بعض عليها في الحته بتاعه الفالق. تمام؟ طبعا احنا قلنا الحته ان انت عندك مثلا الفرق ما بين الفالق البارز والفالق الخندقي. في كتاب التفوق كاتب لك حته كده معلومه للاطلاع فقط برضو تعرفها من باب الاطلاع، يعني ان هناك انواع اخرى من الفوالق مثل الفالق السلمي. الفالق السلمي ده لو انت بصيت عليه، بص كده، بص معايا كده،
انا عندي هنا كده ده مستوى الفالق، ده فالق، وده عندي هنا مستوى الفالق. هتلاقي ان الاثنين عباره عن فوالق عاديه برضو. يعني ليه يا استاذ؟ ده الحائط العلوي وده الحائط العلوي، الاثنين بيتحركوا لمين؟ لاسفل، بس بنسميه ايه؟ الفالق السلمي. بنسميه مين؟ الفالق السلمي. حلو كلام. ده اهميه الفوالق قلناها امبارح. والحته الملاحظه بتاعه التكرار عدم التوافق هي ما كانتش موجوده في كتاب الامتحان اللي احنا كنا بنشرح منه، بس احنا كده كده قلناها، اللي هي التكرار الرأسي للطبقات بشكل متسلسل. يعني 1 و2 و3 ثم 1 2 3، فهذا دليل على فالق معكوس. احنا قلنا التكرار اللي بيكون بشكل متسلسل من 1 2 3 1 2 3 ده بيدل على فالق معكوس. طب لو التكرار بشكل معكوس يبقى ده بيدل ليه؟ على الطيات. حلو كلام. طيب فيكون انت عندك هنا 3 2 1 3 2 1 بعد كده 1 2 ايه 3. ماشي كده يا باشا. طيب اللي هو ده 3 2 1 بعد كده 1 2 3، ده تكرار بشكل معكوس. طيب لو تكرار بقى بشكل بالنسبه لي اللي هو متسلسل، بص كده لو انا حفرت حفره هنا فلاقينا 1 2 3 1 2 3. حلو كلام. ده الفرق ما بين التكرار في الفالق والحاجات دي برضو هو مزودها في الكتاب، بس احنا كده كده احنا قلناها في الافكار وانا بشرح لك الكلام ده كله. بص بقى يا معلم، انا كنت مفرق لك المره اللي فاتت عن الفالق والطيه والفاصل. قلت لك ان الطيه، واعيد وازيد واكرر تاني، ان الطيه بتتعرض لقوه ضغط غالبا ما بيحصلهاش كسر، بيحصل لها انسناء او تجاعيد. طب الفالق ممكن يتعرض لقوه ضغط او قوه شد او قوه اجهاد قصي، وساعتها بيحصل ليها كسر، بس كسر بايه؟ بازاحه. لو الازاحه دي الحائط العلوي اتحرك لفوق يبقى ده معكوس. طب لو الحائط العلوي اتحرك لتحت يبقى ده بالنسبه لي عادي. لو اتحرك حركه افقيه فده فالق ذو الحركه الايه؟ الافقيه. طيب الفاصل كسر بس من غير ازاحه. يعني الفواصل اهي، الفواصل بيقول لك ايه؟ الفواصل تراكيب تكتونيه الاصل، عباره عن كسور تتواجد في الصخور المختلفه سواء الناريه او الرسوبيه او المتحوله، ولكن بدون حدوث اي ازاحه. يبقى لو انا اختصرت كده كلمه الفاصل فاقول لك كسر بدون ازاحه. طيب لو انا قلت كلمه الفالق فحدوث كسر بازاحه. حلو كلام يا باشا. فهنا بقى هيقول لك الاختلاف المسافه بين الفواصل. وجد ان المسافه بين كل فاصل واخر تختلف من عده سنتيمترات الى عشرات الامتار، ويعتمد ذلك على عده عوامل. بص الموضوع سهل ولذيذ. انا دلوقتي لو انا عندي صخر ضعيف مثلا، بص كده يا باشا، عندي هنا كده ده صخر ضعيف، ولا اقول لك؟ تعالى اقول لك اهو، عندي هنا كده في الحته دي اهو صخر اهو، وعندي هنا كده في الحته دي ده صخر اهو. حلو كلام. بص كده يا محترم، ده كده صخر ضعيف والسمك بتاعه قليل، اما ده صخر قوي والسمك بتاعه كبير. حلو كلام. لما اجي اقول لك بالله عليك لو عرض ده لقوه ضغط وعرض برضو ده لقوه ضغط، حلو كلام، ماشي، مين اللي هيحصل فيه كسر اكتر؟ ده اهو. ليه؟ ضعيف. يعني هيبقى الشكل بتاعه عامل ازاي؟ بص كده، الشكل بتاعه هيكون عامل ليه كده اهو، هيحصل له كسر بالمنظر ده كده، هيبقى دي حته، وادي عندك هنا كده حته، وادي عندك هنا كده حته، وادي هيكون عندك هنا كده حته. الصخر ده هيفضل يتكسر ده كله. طيب ده لو انكسر هيتكسر لحتتين اتنين بس، يعني مثلا دي كده ادي جزء اهو، وادي جزء، خلاص كده اتكسر كده. طيب هنا كام فاصل؟ لو عديت هنا كام فاصل هتلاقي ادي 1 ادي 2 ادي 3. فهنا لما كل ما يكون الصخر ضعيف كل ما عدد الفواصل تكون كبيره، كل المسافه ما بين الفاصل والفاصل تكون صغيره. اهي المسافه ما بين الفاصل والفاصل دي صغيره، والمسافه ما بين الفاصل والفاصل ده صغيره، والمسافه ما بين الفاصل ده والفاصل ده صغيره. اما المسافه اللي هي ما بين الفاصل ده لحد الاخر او فاصل الثاني بتبقى ايه؟ كبيره. يعني اللي انا اقوله لك ببساطه، بص يا حبيبي، زياده السمك يعمل على نقص عدد الفواصل، فايه اللي يحصل؟ يزداد المسافه بين كل فاصل، يزداد المسافه بين كل فاصل. ايه فاصل؟ يزداد المسافه بين كل ايه يا محترم؟ بين كل فاصل. مفهوم كده يا محترم المحترمين؟ فديت برضو بروزها معاك عشان نحتاجها ان شاء الله. ماشي يا محترم؟ تعالى وانا اوريها لك كده من الكتاب. كده بيقول لك ايه؟ وجد ان المسافه بين كل فاصل واخرى تختلف. اول حاجه نوع الصخر، نوع الصخر اذا كان رسوبي ولا ناري ولا متحول. طبعا الرسوبي بيبقى اضعف، صح؟ وطالما الرسوبي بيبقى اضعف يبقى هو اكثر عرضه للكسر، طالما اكثر عرضه للكسر يبقى اكثر عرضه للمفاصل، طالما اكثر عرضه للمفاصل يبقى المسافه ما بين كل فاصل صغيره.
حلو الكلام يا باشا. فالرسوبي عدد الفواصل بيكون فيها كثيره، يبقى المسافه بين الفواصل اقل. حلو. يبقى كده لما اجي اعمل لك علاقه او علاقه، اديني علاقه. العلاقه بين عدد الفواصل ومين والمسافه بين كل فاصل، هتبقى علاقه ايه يا محترم؟ هتبقى علاقه باذن الله كده عكسيه. كل ما بيزيد عدد الفواصل كل ما بيزيد ليها المسافه بين كل ايه؟ اسف، كل ما هيقل ليها المسافه بين كل فاصل. حلو كلام. طيب زي ما انت شايف كده، عندك هنا في الشكل ده وكده، عندك كام فاصل؟ عندي ده 1 2 3 3 فواصل. المسافه ما بين الفاصل الاول والثاني صغيره، والمسافه ما بين الفاصل الثاني والثالث صغيره، وهكذا. حلو كلام يا محترم. جميل جمال ملهوش مثال. طيب اما الناري والمتحول هيبقى بالنسبه لي اقوياء، فعدد الفواصل يقل. ولما عدد الفواصل يقل ايه اللي هيحصل؟ لما عدد الفواصل يقل المسافه بين كل فاصل ايه؟ يزداد، لان العلاقه ما بينهم عكسيه، اقل يبقى هنا المسافه اكبر. سمك الصخر اللي انا لسه عاملها لك من شويه، لما سمك يكون كبير عدد الفواصل يكون قليل، ولما عدد الفواصل يكون قليل يبقى المسافه بين كل فاصل كبير. حلو الكلام. سمك الصخر قليل لو قليل يبقى عدد الفواصل اكثر. لو السمك قليل، لو السمك كده يبقى عدد الفاصل كبير. طيب يبقى المسافه بين كل فاصل اقل. طب لو السمك كبير يعني كده ايه اللي هيحصل؟ يبقى عدد الفواصل قليل، ولما عدد الفواصل يكون قليل يبقى المسافه ايه؟ كبيره. ما انا لسه قايل لك عدد فاصل وفي مسافه علاقه عكسيه، المسافه يكون اكبر. طريقه استجابه الصخر للقوه دي ثالث حاجه. طريقه استجابه الصخر للقوه المؤثره عليه على حسب الصخر ده بيستجيب للقوه ازاي. فانا مثلا عدد الفواصل اقل والمسافه بين الفواصل اكبر، عدد الفواصل بيكون اقل يبقى المسافه بين الفواصل اكبر، بس عدد الفواصل لما يكون اكثر المسافه بين الفواصل بتكون ايه؟ اصغر. ببساطه خالص يعني. استفاد قدماء المصريين في الحته ديت في ايه؟ في ان هم وجود الفواصل في الصخور في بناء المعابد والمقابر وكذلك في عمل المسلات. يعني مصرنا الحبيبه، الشعب المصري ده شعب فرعوني، ضمة الفراعنه اصلا. الشعب المصري ده اقول لك شعب فرعوني، استخدم كل حاجه. من ضمن الاستخدامات اللي استخدمها الشعب الفرعوني الفراعنه استخدموا ايه؟ قال لك يا محترم ان انت عندك الفواصل ديت قدروا ان هم يخرجوا منها الصخور الكبيره اللي بيبنوا منها المسلات واللي بيبنوا منها المعابد واللي بيبنوا بيها الاهرامات والحاجات دي كلها. طيب عندك بقى الفواصل بتتوقف على كام قوه؟ قوه ضغط وقوه شد، الاثنين زي الفالق كده. اما الطاقه كان غالبا ايه؟ فالق، غالبا ضغط. طيب تتكون الفواصل نتيجه قوه تكتونيه سواء قوه الشد او الضغط التكتوني، بس في فرق يعني لو بصيت بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده في طبقات تحت تاثير قوه شد، لما تيجي تبص السهم لبره كده فده قوه شد، فعمل الفواصل بالمنظر ده كده. طب لو قوه ضغط، بص كده قوه ضغط بدات ان هي تعمل الفواصل بالمنظر ده كده. تعرف عامله زي ايه؟ هنجيب حاجه من هنا كده، ثانيه واحده، نجيب كتاب. ايه اللي طلع في ايدينا؟ كتاب الراقي. طلع في ايدينا كتاب راقي جدا، واحنا راقيين ان شاء الله. بص يا حبيبي، لما يكون متاثر عندك بقوه شد فانت بتفصل، يعني ده انت بتسحب صح؟ تعمل كده، فدي هتفصل عن دي، هتتفصل عن دي. اما لما تتاثر بقوه اسمها قوه ضغط من هنا ومن هنا بقوه ضغط، فهتلاقي بيتني كده. الثانيه ديت بتعمل ايه؟ فروقات او كسر. الكسر ده بيحصل بس بدون ايه؟ ازاحه. لو حصل بدون ازاحه يبقى ده بالنسبه لي فاصل، طب لو حصل بازاحه يبقى بالنسبه لي فالق. حلو كلام. تعتبر الفواصل او الكسور بوجه عام بتيجي في المناطق مين؟ الضعيفه طبعا. اماكن ضعف في الصخور خاصه الصخور الناريه او المتحوله الصلبه، ويستفاد منها في تسهيل اعمال التكسير في هذه الصخور، كما استفاد منها قدماء المصريين في تكسير الصخور واستخدامها في مين؟ في المباني. ده لو تعرضت لقوه شد، ودي لو تعرضت لقوه ضغط. اختصار للصخور، اختصار لقوه للفواصل، اسف. بص يا حبيبي، بتعرض لضغط وشد، عدد الفواصل لو زاد المسافه ما بين كل فاصل بتقل. بيأثر عليها ثلاث حاجات: نوع الصخر، سمك الصخر، قوه استجابه الصخر لايه؟ للكسر او للضغط او الايه؟ او الشد. هنا بقى مجمع لك تجميعه حلوه الصراحه، اللي هو قوه الشد وقوه مين؟ القوه بتاعت قوه الشد والقوه بتاعت مين؟ قوه الضغط. حلو كلام. طيب تعال نشوف قوه الشد. بيقول لك عندما تكون قوه الشد اكبر من مرونه وتحمل الصخر تتاثر صخور القشره الارضيه بالكسور والتشققات كالاتي. اكبر من المرونه، ما انا قلت لك لو القوه الضغط اقل من المرونه بتاعت الصخر مش هيحصل كسر، ودي طيب.
طب هنا بيكلمك عن قوه ايه؟ الشد. قوه الشد اقوى من المرونه، يعني قوه الشد هتبقى اقوى من المرونه، فبالتالي هيحصل كسر. والكسر ده بيحصل فين؟ بيحصل في الفالق وبيحصل في الفاصل. قوه شد هنا وقوه شد هنا. كسر زائد ازاحه يبقى فالق عادي او فالق بارز او فالق خندقي، لانه كلهم فوالق عاديه. الفواصل كسر بدون ازاحه يبقى فاصل. طب قوه ضغط بقى، عندما تكون قوه ضغط اقل من مرونه الصخر، او لسه قايل اقل من المرونه، يبقى مش هيحصل كسر، فبالتالي يحصل هي الطيات او تشوه لدني، طيات محدبه وطيات مكعره. عندما تكون بقى قوه الضغط اكبر من مرونه الصخر، قوه الضغط اكبر من المرونه، يبقى يحصل كسر. كسر بقى في الضغط ده فين؟ والله في كسر وحصل ازاحه يبقى فالق معكوس او دسر. طيب كسر بدون ازاحه يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن فاصل اهو. حلو كلام، فالق معكوس وفالق دسر. طيب هنا بقى الاختيارات اللي احنا عملناها. سمك الصخر يا باشا، سمك الصخر لما بيزيد عدد الكسور هيقل والمسافه هتزيد. سمك الصخر لما يقل والمسافه بين هتزيد. صلابه الصخور، الصخر لما يكون صلب عدد الكسور ايه اللي هيحصل له؟ هيقل. لما يكون حاجه صلبه لما تتكسر صعب انها تتكسر، فالمسافه صلابه الصخور والمسافه بين كل فاصل بقى هتزيد. لو عدد الكسور قل المسافه ايه؟ بتزيد. في بعض الاحيان بيقول لك يجب على الطالب مراعاه ترتيب الاحداث الجيولوجيه عند التعرف على التركيب الجيولوجي كما يظهر في القطاعين. طبعا خلي بالك من الاول من الاخير. هو انت عندك مبدا كده بيعرفك ان القاطع احدث من المقطوع. يعني ايه يا استاذ؟ يعني اقول لك ده طيه اهي، ده كده طيه محدبه. الطيه المحدبه دي اتعرضت لمستوى فالق، فالفالق ده هو احدث واحد، قطع اليمين، قطع الطيه. طيب الطيه ديت فالق عادي ولا معكوس؟ فالق عادي. مش عرفك ان هو فالق عادي يا استاذ؟ اهو ده كده فالق عادي. حلو كلام. ليه؟ لان الحائط العلوي اتحرك لاسفل، وده برضه فالق عادي لان الحائط العلوي اتحرك لاسفل. امال ده ايه؟ ده خندقي. حلو كده. بس مين الاحدث؟ الفالق. مين الاقدم؟ الطيه، لان الفالق هو اللي قطع الطيه. فالقطاع الف يشير التركيب اكس الى طيه محدبه، ده اهو. فالقطاع ب من الممكن ان يشير التركيب اكس الى طيه محدده او الفالق الخسفي زي ما انا قلت لك. في تركيب اكس قبل حدوث قوه الشد يمثل طيه محدبه، والتركيب اكس بعد حدوث قوه الشد يمثل فالق خسفي. بعد حدوث ليا قوه الشد هنا، كان في الاول قبل ما يحصل ليا قوه الشد اصلا كان طيه محدبه بس لما حصل قوه الشد اللي هو الفوالق العاديه اللي هو اداني الفالق الخسفي، بقى بالنسبه لي هنا ايه؟ فالق خسفي. فالترتيب مهم قوي. هنيجي بقى لاخر جزئيه في الدرس الاولاني، الا وهي سطح عدم التوافق. حلو كلام يا باشا. تعالى بقول لك هو سطح تعريه او عدم ترسيب واضح ومميز يفصل بين مجموعتين صخريتين ويدل على غياب الترسيب لفتره زمنيه طويله تصل الى عشرات الملايين من السنين. بقول لك هو سطح تعريه او عدم ترسيب. يعني ايه سطح تعريه او عدم ترسيب؟ انا بص، التعريف ده ما بيجيش معاه سكه. تعالى افهمك بقى من الرسمه بقى اللي عنده في الكتاب. بص كده يا محترم وخليك واد واعي. ترسيب يعني ميه. هنا بقى يا باشا عندك رصه بليه الطبقات، الجزء ده ميه اللي فوق، فعندك هنا A والطبقه B والطبقه C والطبقه E اترسبت نتيجه وجود ميه. هوب في زمن من الازمنه بعد فتره حصل لي حركه ارضيه رافعه. الحركه الارضيه الرافعه ديت بتعمل انحسار للميه، ما عادش في ميه. فايه اللي هيحصل بقى؟ هيطلع لي الطبقات اللي اترسبت فوق سطح الارض زي جبل المقطم. المفروض كنا نعرف ان هو ده بحر، لان في حفريات بتدل ان هو المكان ده كان بحر. او وادي الحيتاني اللي موجود في الفيوم، المفروض نعرف ان ده عباره عن بحر لان هناك حيتان. حلو كلام. ولكن ايه اللي حصل بقى؟ حصل لي حركه ارضيه رافعه فرفعت لي الارض الاعلى فانحصرت الميه. فمين اللي اتعرض لعوامل الجو؟ الطبقه الرسوبيه اللي فوق، فحصل ليها تعريه او انقطع الترسيب. انقطع الترسيب ليه؟ لان ما عادش في ميه. فهنا كده يا باشا حصل لي هنا كده في الحته ديت تعريه وانقطاع ترسيب. بسبب ايه يا استاذ؟ حركه ارضيه رافعه تم تعريه الطبقه العلويه دي بالكامل، وحاليا بالطبقه سي تتاثر هي الاخرى بعوامل التعريه. الطبقه اي زي ما انت شايف كده ما عادتش موجوده. ليه؟ لان الهواء طيرها، الميه طيرتها، اتفاعلت وما عادتش موجوده خالص. حلو كلام. بسبب انها اتفاعلت ليها مع عوامل التعريه وحصل انقطاع ترسيب، ما رسبناش حاجه ثانيه. فايه اللي حصل بعد كده؟ بص كده يا باشا، حدثت حركه ارضيه رافعه للطبقات ادت الى ظهور تلك الطبقات
فوق سطح البحر وتعرضت لعوامل المناخ. بعد كده تعرضت لمين؟ لعوامل المناخ. حلو كلام يا محترم. بعد كده ايه اللي يحصل؟ مش حصل ليه حركه ارضيه رافعه، هيحصل حركه ارضيه هابطه، صح؟ ولما تهبط الارض ايه اللي هيحصل؟ يخرج الميه فترجع بحر تاني، فيبدا ليه عمليه زي عمليه مين؟ الترسيب. في البدايه تقوم البحر ويقوم بترسيب التتابع من A الى D تاني. حلو كلام يا باشا. دي بادئ ليا الخطوه مين؟ انا عملت العكس صح؟ بادئ ليا من هنا. يبقى في البدايه تقدم البحر ويقوم بترسيب التتابع. بص كده هنا، بس انا بدات بالعكس. المفروض هنا بدات هنا، المفروض ابدا باليمين. هنا حصل لي البحر وده ادي الطبقات A وB وC وD. انقطع لي البحر. حلو كلام. فالطبقات زي ما هي A وB وC وD. ايه اللي حصل بعد كده يا استاذ؟ اللي حصل بعد كده ان الطبقه دي اختفت، ما عادتش موجوده بسبب تعرضها لتعريه. هي دي اللي تعرضت لتعريه وانقطاع ترسيب. ماشي يا باشا. بعد كده خلاص هم مش موجودين، فبعد كده هيحصل ليها حركه ارضيه ايه؟ هابطه. حدثت حركه ارضيه خافضه فتقدم البحر مره اخرى وتم ترسيب الطبقه ايه. فعشان كده تم ترسيب عندي الطبقه ايه. فين سطح عدم التوافق اللي هنا ما بين الاي والسي، اللي هي الطبقه اللي كانت مين؟ دي اللي اختفت. فبيحصل ليها حركات ارضيه خافضه ورافعه والكلام ده كله، هي دي اللي بتعمل ليها سطح عدم التوافق. ماشي. بيقول لك نستنتج ان يحدث تراجع البحر نتيجه حدوث حركه ارضيه رافعه وينتج عنه انقطاع الترسيب وتعريه الطبقات، زي ما احنا لسه قايلين. تراجع البحر يعني حركه ارضيه رافعه. طب يحدث تقدم البحر نتيجه حدوث حركه ارضيه خافضه، يعني البحر يرجع تاني، فيبدا ان هو يرجع الترسيب وينتج عنه ترسيب الطبقات افقيا في قاع مين؟ البحر. عندك كم سطح عدم توافق؟ عندك 3. بص يا محترم، اسطح عدم التوافق. عندك كم سطح عدم توافق يا محترم؟ اسطح عندك عدم التوافق عندك كم سطح؟ قال لك يا محترم كده انت عندك 3. يا اما سطح عدم توافق متباين، يا اما زاوي، يا اما انقطاعي. حلو كلام. سطح عدم توافق متباين يعني ايه يا استاذ؟ يعني عندك حاجتين، صخور مختلفه، رسوبي زائد متحول او ناري. بس الشرط ايه بقى؟ شوف بالبلد خالص اهو. الشرط ايه بقى يا باشا؟ الشرط ان الناري او المتحول هو الاسفل. الشرط الناري او المتحول هو اللي هيكون فين؟ في الطبقه السفلى. في الطبقه مين؟ السفلى. ساعتها اقول عليه عدم توافق متباين. ليه بقى يا استاذ؟ بص كده، ادي عندك هنا كده في الحته دي كده صخر ناري، صخر ناري جه وترسب عليه طبقه من الصخور الرسوبيه بالمنظر ده كده، طبقه من الصخور الرسوبيه. فين سطح عدم التوافق؟ هنا اهو. ايش درك يا استاذ ان هو سطح عدم التوافق؟ اديك مثال بسيط جدا. مش صخر ناري ده عباره عن حاجه اسمها المجمه؟ المجمه ده اللي هو الصهير. اصلا لو كان الصخور دي موجوده في نفس الوقت اللي طالع منها المجمه كان هيبقى جزء منها، كان هينصهر، كان هيبقى صخور واحده. حلو كلام. فمعنى ان هنا في صخر ناري ومعنى ان هنا في صخر رسوبي، فده تكون ده في عصر وده اتكون في عصر، واحنا دلوقتي المغرب فده اتكون في عصر وده اتكون في عصر، لان لو الاثنين كانوا كونوا في نفس الوقت كان الرسوبه هيبقى ناري، كان الرسوبي هيحصل له عمليه تحلل العناصر بتاعته ويتحول لصهيل. حلو كلام يا باشا. فلازم سطح عدم توافق ايه؟ متباين. طب ينفع يا استاذ ان انا اعمل كده؟ يعني تعمل ازاي؟ يعني هنا كده اخليه ناري، ده ناري، واللي تحته بالمنظر ده يكون رسوبي؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لان لو الناري اللي فوق كان هيأثر على الرسوبي اللي تحت، مش هيبقى رسوبي، هيبقى متحول او ناري. لان هنا كده بيجيب لك بعض الحاجات، في اهم حاجه عندك في وانت بتحل الحاجات دي علامه التحول. يعني ايه يا استاذ؟ ادي عندك صخر رسوبيه دخل ما بين الصخر الرسوبي ده حاجه اسمها العرق الناري بالمنظر ده كده اهو، بالعرق الناري. طيب بص كده يا باشا، عندك هنا في علامه اسمها علامه التحول اللي طالعه من العرق الناري. لو بصيت عليه من المنظر ده كده، لو لقيت العلامات التحول بالمنظر ده كده، فاعرف ان ده لا يوجد هنا كده، لا يوجد سطح عدم توافق. اشمعنى يا استاذ؟ لان العرق الناري ده احدث من الصخور الرسوبيه.
ايش دراك؟ ما هو اثر على الصخر الرسوبي اللي فوق واللي تحت. معنى ان هو اثر او حول الصخر الرسوبي اللي فوق واللي تحت، وده اللي انا عملتها لك بالازرق دي كده، دي اسمها علامه التحول. عشان تركز، علامه تحول. طالما هو محول بيأثر على اللي فوق واثر على اللي تحت، فاعرف ان ده عباره عن ان هو بالنسبه لي مفيش سطح عدم توافق، وان الصخر الناري ده احدث. طب لو جاب لك الشكل بالمنظر ده كده، بص كده وركز اهو، ادي الصخور الرسوبيه، صخور رسوبيه، وطلع عندي هنا كده عرق ناري. بس بص 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 على العرق الناري، كبير وزي الفل ازاي. اثر ليه على مين؟ اثر ليه على اللي تحت بس، يعني عمل ليه تحول للي تحت. فهمت كده حاجه؟ ان هو العرق الناري ده اجدد من اللي تحت، بس اللي فوق الصخور الرسوبيه اللي فوق ديت يا محترم ديت احدث منه. ففين سطح عدم التوافق؟ سطح عدم التوافق موجود عندك في الجزء ده. دقيقه واحده اجيب التليفون، انا مش ببنتج، اجيب التليفون واشوف مين اللي جاي. اوعى تنقل من مكانك، اوعى. ايه يا هاجر؟ انا بصور يا هاجر، بصور. ناس سلام. طبعا انتوا سمعتوا ان انا بقول انا بصور، صح؟ يلا ماشي، مش مشكله، عادي يعني. نضرب يعني، مننا وعلينا، صح؟ طيب فانت عندك هنا كده يا باشا، انت عندك هنا الصخور الناريه دي لو اثرت لي على الصخور الرسوبيه اللي تحتها فعمل ليها تحول، فقشطه زي الفل. طيب ما اثرتش على اللي فوق، يبقى في هنا سطح عدم توافق هنا. يبقى الصخور ديت حصل فيها ايه بقى؟ هجيبها لك بالتركه من اولها لاخرها. بص كده اللي حصل بالظبط ده اهي، بص كده حصل ايه؟ هذا الصخر الرسوبي، الصخر الرسوبي طلع عندي طفح ناري، مجمع صهير. طلع عندي بص طفح اهو. لا استنى، ارجع. انا عاوز اعمله بالاحمر. او طلع عندي طفح ناري بالمنظر ده كده، بص اهو. طلع بالمنظر ده على الصخور. هل في صخور اتكونت بعده؟ لا لسه لحد دلوقتي. فهو بيأثر على الصخور اللي تحته اهو، اثر على الصخور اللي تحته فحولها مثلا. طيب جه بعد فتره من الزمن، ايه اللي حصل يا استاذ؟ اترسب عليه صخور رسوبيه. هل في هنا كده سطح عدم توافق؟ اه يا استاذ مليون في المية، السطح ده اهو كده سطح عدم توافق ايه؟ متباين، لان اللي تحت صخر ناري واللي فوق صخر ايه؟ رسوبي. فاهم الحته دي؟ ده كله ايه؟ ده كله اشكال لمين؟ في بقى اللي هو ما ينفعش يكون متحول، وفي اللي هو ينفع ان هو يكون متحول. طيب اسطع عدم التوافق الزاوي ده سهل، ده رسوبي فقط، والانقطاعي برضو رسوبي فقط. حلو كلام. الزاويه الرسوبي فقط ازاي؟ والله قال لك ببساطه، ممكن تلاقي عندك هنا صخور رسوبيه بالمنظر ده كده، والصخور اللي تحتها عامله ليه بالمنظر ده كده اهو، بالمنظر ده. يبقى اللي ما بينهم سطح عدم توافق، لان دي هنا طالما حصل لها انحراف كده، يبقى بالنسبه لي هنا في سطح عدم ايه؟ توافق. طيب عندك هنا كده محترم، لما اجي اقول لك عندك هنا كده السطح هنا بالمنظر ده كده، وتحت هنا كده في طيه اهو، عندك هنا كده في طيه اي بالمنظر ده كده. طيب فين سطح عدم التوافق او سطح عدم التوافق؟ معنى ان ده حصل لها طيه، يعني اتعرضت لضغط، واللي فوق ما تعرضتش لضغط، فده حصل في عصر وده حصل في عصر تاني، فيبقى دي هنا سطح عدم توافق. طيب ممكن تلاقيها بالمنظر زي ما احنا قلنا كده. ممكن تلاقيها ازاي بقى؟ ممكن تلاقيها برضو بالمنظر ده كده، اللي هو ده ميل وكده، مايل، بس الميل معاكس. ففين سطح عدم توافق؟ في الحته دي كده. فده كله سطح عدم توافق ايه؟ زاوي. بيكون عندك هنا اختلاف في مين؟ اختلاف في ميل الترسيب. في ميل مين؟ الترسيب. بس ده يا باشا كله عباره عن ايه؟ عباره عن صخور رسوبيه. طيب الانقطاعي ده انقطاعي، يعني ايه انقطاعي؟ يعني ممكن تلاقي الصخور الرسوبيه بالمنظر ده كده، او طبقات. الانقطاع ده مش هتعرفه الا من حفريات، او ان انت تحدد العمر. ليه؟ لان انا بقول لك ادي الصخر رقم 1 وده الثاني وده الرابع وده الخامس وده السادس. هل في سطح عدم توافق هنا؟ ليه يا استاذ؟ لان في طبقه اختفت اهي. عرفتها منين؟ لما قلت لك ان ده 1 وده 2 وده 3. اما الانقطاعي صعب قوي ان انت تعرفه بالمنظر كده، لازم تعرفه من الحفريات او تعرفه من العمر. اسمه انقطاعي رسوبي في نفس الميل وكل حاجه، بس انقطع الطبقه من في النص. ممكن يكون مائل بالمنظر ده كده او بالمنظر ده كده، ده 1 2 3 4 او، ويكون عندك هنا بص كده او بص، ادي 1 وده 2 وده 3 وده 5 وده 6 وده 7. هل في هنا انقطاعي؟ انقطاعي اهو في الحته دي كده، سطح عدم توافق لان مش موجود الطبقه 4. وممكن يكون ذات نفسه عباره عن طيه اهي، ادي طيه
ده الطبقات بتاعه الطيه. بس خلي بالك غالبا الانقطاع بتاع الطيه ده بيكون قبل ما كانت طيه، يعني كان عباره عن صخر في الاول، والصخر ده تعرض لضغط فبقى طيه، فكان حصل لها انقطاع. فبص كده انقطاعي ده 1 وده 2 وده 4 وده 5، في سطح عدم توافق هنا انقطاعي في الحته دي. فهنا ده في نفس الميل، يبقى الميل مش عكس بعضه ولكن في نفس الميل، ولكن حصل انقطاع للترسيب. حلو، فسميناه مين يا محترم؟ سميناه انقطاعي. حتى بص كده في الكتاب بيقول لك عدم التوافق المتباين يتكون بين مجموعتين من الصخور السفليه ناريه او متحوله سفلي، والعليا رسوبيه، وتكون الصخور الرسوبيه هي مين؟ هي الاحدث طبعا. ناريه هي الاحدث، يبقى مش سطح عدم توافق، انا اتهريت في الحته ده ولا صخر ناري او متحول بالمنظر ده ففوق كده وصخور الرسوبيه، يبقى هنا سطح عدم توافق. طيب يتكون بين مجموعتين من الصخور الرسوبيه، الاقدم مائل، الاقدم مائل والاحدث افقي. حلو كلام؟ يعني ايه؟ زي ما انا قلت لك كده، الاقدم كده يبقى عامل كده والاحدث يبقى افقي كده. يتكون بين مجموعتين من الصخور كلاهما مائلين في اتجاهين متضادين، مائلين كل الميل في اتجاه مضاد زي المنظر ده كده. او يتكون بين طبقات الصخور الرسوبيه مطويه محدبه او مقعره تعالوها طبقه افقيه زي ما انا رسمتها لك برضه. طيب يتكون بين مجموعتين من الصخور الرسوبيه كلاهما وضع افقي كلهم ميل واحد. يتكون بين مجموعتين من الصخور الرسوبيه كلاهما مائلين في نفس الاتجاه. او يتكون بين الصخور الرسوبيه الموجوده داخل طيه محدبه او مقعره لانه تكون في الصخور قبل عمليه الطي. زي ما انا بقول لك كده، حصل انقطاع للترسيب قبل ما يحصل ليه عمليه مين؟ الضغط. لو فقدت طبقه من الاول في عمليه الترسيب دي قبل حدوث ليه عمليه الضغط وتحول لمين؟ لطي. بقول لك يصعب على الجيولوجي تحديد سطح عدم التوافق الانقطاعي في الحقل زي ما انا قلت لك. والله لا لك انا مش لك ليه، ولكنه ممكن تحديده من خلال تتابع المحتوى الايه؟ الحفري. ما تعرفش حبيبي، انت شايف طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق طبقه، هتعرف تحددها؟ لا، لازم انا اعرف العمر عشان اعرف اذا كان هو في سطح عدم توافق ولا ما فيش. طب الزاوي اعرف احدده؟ ليه يا استاذ اعرف احدده؟ لان الميل مختلف، طيه فوق افقيه او ميل وفوق صخور افقيه، او مثلا عندك اللي هو المتباين اعرف احدده تحت ناري وفوق ايه؟ رسوبي. عندك بقى خلي بالك من الحته دي، في حاجه اسمها شواهد عدم التوافق في تتابع الصخري. يا حبيبي دي شواهد على عدم التوافق، بس ما تحددش اذا كان الصخر متباين وعدم التوافق المتباين ولا الزاويه ولا الانقطاع. عدم التوافق المتباين او الزاويه او الانقطاعي تعرفه من العلامات اللي احنا قلنا عليها، بس هنا دي علامات تدل على وجود سطح عدم توافق. بس نوع سطح عدم التوافق ده تعرفوش الا ما المميزات اللي احنا قلنا عليها، اذا كان ناري او رسوبي او متحول. رقم 1 بيقول لك وجود طبقه في الحصى من الحصى المستدير اهو. معنى ان في هنا حصى، معنى المكان ده قعد فتره كان سطحي وبعد كده ترسب عليه، اتوجد عنده مجموعه من الحصى وبعد كده ترسب عليه، فهنا سطح عدم توافق. حاجه اسمها الكونجلمرات تقع فوق سطح عدم التوافق مباشره. وجود تغير مفاجئ في تتابع المحتوى الحفري، وده اكتر في الانقطاعي. يعني مثلا عندك العصر مش عارف ايه، حدث اختفاء للعصر الديفوني، ان هو حصل اختفاء للعصر الديفوني، فده ترسيب انقطاعي، عدم توافق انقطاعي. طيب وجود اختلاف بين ميل الطبقات، هوب على طول، وجود اختلاف بين ميل الطبقات على جانبي سطح عدم التوافق. الاختلاف ده بيأكد لك ان هو يعني ايه، ممكن تشك ان هو ايه؟ زاوي. حلو كلام؟ ده زاوي اهو، زاوي على طول ماشي. 4 وجود تراكيب جيولوجيه، طيات او فوالق او فواصل او تداخلات ناريه في مجموعه من الطبقات وعدم وجودها في الطبقات الاخرى. التراكيب الجيولوجيه يعني ايه يا استاذ؟ بص كده حبيبي، انت عندك فاصل اهو، ده فاصل اهو حصل له كسر، لما تيجي تبص على الفاصل اخره فين؟ اخره هنا. طب يا استاذ ليه ما كملش؟ ما هو حبيبي اخره كان هنا في العصر بتاعه، بعد كده الصخور اترسبت عليه، فالفالق او الفاصل لما يكون اخره هنا يبقى في اصله عدم توافق. يعني اوضحها لك برسمه. بص كده، انا عندي هنا كده مجموعه من الصخور اهو، مجموعه من الصخور الرسوبيه اهي بالمنظر ده، فانا رحت راسم لك ايه؟ راسم لك هنا كده فاصل. طالما الفاصل اخره ده فاصل اهو، طالما الفاصل اخره هنا يبقى في هنا سطح عدم توافق. ده اتكونوا الفتره دي اتكونت في عصر والفتره دي اتكونت في عصر تاني. طيب ممكن يروح عامل لك ايه؟ مثلا تدخل ناري، عرق ناري هنا كده بالمنظر ده كده. العرق الناري ده احدث من الفاصل. اشمعنى احدث من الفاصل؟ لانه قطع الجزء اللي هو مين؟ قطع الجزء اللي هو عدى ليا الفالق، يعني ما وصلش للصخور الرسوبيه اللي موجوده فوق،
فمعنى كده ان هو لو وصل للحته دي كده فالحته دي برضو سطح عدم توافق. ليه؟ لانه لو كانت موجوده الصخور الرسوبيه دي كان كمل حواليها، فده اسمه عرق ناري. ماشي؟ تعال نشوف الاشكال عشان اهم حاجه الاشكال اهو. فهنا فاصل يبقى هنا سطح عدم توافق، وده عرق ناري. شايف علامات التحول اهي؟ شايف علامات التحول اللي انا بشاور عليها؟ شايف علامات التحول اهي؟ شايف علامات التحول اهي؟ حلو كلام؟ طيب ماشي كده احنا خلصنا. بس انا بقى عاوز اجيب الشكل ده كده والعب عليه براحتي. يا عم مش مهم الاجابه، بس العب عليه براحتي. بص ركز معايا كده يا محترم. اولا دي اتعرضت لقوه اسمها قوه الضغط، لان ده عباره عن تيار. ثانيا انت عندك هنا دي عباره عن ايه؟ ده كده عباره عن فالق ولا فاصل؟ ده كده عباره عن فالق. طب فالق ذو حركه فالق بالنسبه لي عادي ولا معكوس؟ ده هنا الحائط العلوي اتحرك لاسفل، فهنا ده عباره عن فالق عادي اهو. طيب بص انت عندك هنا دي طيه، ده عباره عن طيه ومقعره. حلو كلام؟ طيب بص على الف، ده عباره عن ايه؟ فالق ولا فاصل؟ لا ده عباره عن فالق. والفالق ده عباره عن ايه بقى محترم؟ الحائط العلوي بتاعه بيتحرك لاعلى، وطالما الحائط العلوي بيتحرك لاعلى يبقى ده فالق معكوس. حلو كلام؟ طيب بص كده، طالما اخر الفالق هنا يبقى فيه هنا سطح عدم توافق، وطالما اخر الفالق هنا يبقى فيه هنا سطح عدم توافق. وفي عندي هنا كده ده فالق تاني اهو. فالق عادي ولا معكوس؟ ده فالق عادي. وانا عندي هنا صخر ناري يبقى فيه هنا سطح برضو عدم توافق. شفت كده الحته اللي فوق ديت، الحته اللي فوق ديت، الحته اللي فوق ديت عباره عن سطح عدم ايه؟ بالمنظر ده سطح عدم توافق. ايش دراك يا استاذ؟ ده كده صخر ناري، هتلاقيه بيأثر على اللي تحت بس ما أثرش على اللي فوق. طالما ما أثرش على اللي فوق يبقى ده سطح عدم ايه؟ توافق. يبقى اختصار كده يا باشا للي احنا بنقوله، واحده معايا. تراكيب عدم التوافق هو سطح تعريه او انقطاع ترسيب بيحصل ليا ما بين العصور. بس اهم حاجه اعرف ان ده بيحصل ليا ايه؟ كان عندي ترسيب بسبب ان عندي ميه. حصل ليا ايه يا استاذ؟ حصل ليا حركه ارضيه رافعه فانقطعت الميه بتاعه البحر، فانقطع الترسيب، فتعرضت الصخور الرسوبيه الى تعريه، فحصل لها تعريه ففقدت الطبقه بتاعتها. بعد كده لما فقدت الطبقه رجعت حركه ارضيه خافضه، فرجعت الميه تاني، فرجعت الترسيب، فرسبت طبقه جديده. كان واحده اختفت، يبقى كان في طبقه وطبقه وفي واحده اختفت في النص، يبقى ده سطح عدم توافق. سطح عدم التوافق انت عندك منه 3 انواع: متباين، زاوي، انقطاعي. متباين يبقى اللي تحت يا اما ناري يا اما متحول، اللي فوق رسوبي. الزاوي رسوبي بس اختلافات في الميل. حلو كلام؟ انقطاعي رسوبي كله بس اختلاف ان انقطع طبقه وما تعرفش تحدده في الحقل. طيب الشواهد عندك الحصى، الكونجلمرات، التراكيب الجيولوجيه، عندك الميل، وجود الحفريات، دي كلها شواهد على مين؟ على اسطح عدم التوافق. وانا قلت لك قاعده هنا كده محترم اوعى تنساها عشان تحدد الاحدث من الاقدم. ايه هو؟ ان القاطع احدث من المقطوع، واوعى تنسى الحته دي. يعني مثلا لو جينا لعبنا على السؤال اللي انا كنت لسه بلعب عليه من شويه ده، السؤال ده مين احدث حاجه هنا هقول لك جيم هو احدث حاجه، الفالق جيم. اشمعنى؟ لانه قطع كله، قطع لي الطيه ديت، وقطع لي سطح عدم التوافق ديت، وقطع ده وقطع ده وقطع ده وقطع لحد الاخر. ده اجدد واحد فيهم. اشمعنى؟ قطع احدث من المقطوع. طب مين اللي ممكن يكون اقدم حاجه؟ الطيات ده هي. الطيات الموجوده ديت هي اقدم حاجه لانه كله عمال يقطعها. ده اقدم حاجه موجود عندي. اقدم طبقه هتلاقي اللي هي الموجوده عندك فين؟ في الاسفل. في مشكله كده يا باشا؟ يبقى احنا كده خلصنا مراجعه الفصل الاولاني جيولوجيا. اشوفكم على خير في الاسبوع الجاي في مراجعه المعادن. سلام.